رجعت لكم ببارت جديد، يلا بينا نكمل. بعد أيام تلقت أرسل الدفعة الأولى من بيع آلية لبرج السحر. وقفت أرسل وفتحت الخزانة اللي فيها الفلوس، وكان فيها كتير جدا. فرحت أرسل وقالت كويس، التبادل مشي بسلاسة جدا. الدفعة الأولى بس بتساوي دخل ريال لسنة كاملة، بس مينفعش أبعت المال ده ريال دلوقتي، في حاجة لازم أحصل عليها الأول. وفتحت الخريطة على مكتبها وقالت جه دلوقتي ميعاد الخطوة الجاية. وطلبت سيادة وطلبت منها إنها عايزة تقابل الدوق. قالت لها حاضر، هسأل سموه عن جدوله الزمني. وبعد كده سياتا سألتها ازاي اقوله انك عايزة تقابليه. استغربت أرسل وفكرت واضح ان سياتا بقت اكتر ادبا معايا الايام دي. وقالت لها وبعد كده وشها احمر ووطت صوتها. قوليله ان انا عايزة اقابله، هو ده مش كفاية؟ بصت لها سياتا وقالت اوه، ومشيت بسرعة وقالت لها هقوله على طول. اتقابل غير وأرسل في الحديقة علشان يتكلموا، وفعلا اتكلموا. وبعد كده سألها انت قصدك انك عايزة تعملي صفقة بشأن كارثة وشيكة؟ قالت له ايوه. بصلها غير وابتسم، وافتكر لما جات له سياتا بسرعة وقالت له سموك غير ملابسك بسرعة، وقومته وخلته يسيب المستندات اللي كان بيشتغل عليها. حط غير ايده على راسه لما افتكر. وبعد كده سألها ايه الكارثة اللي جاية؟ وقال لنفسه يا ترى ايه الخطط التانية اللي هي توصلت لها مع سرها اللي مش بتسمح لي ان اعرفه. قالت له أرسل في تسونامي كبير جاي قريب على الساحل الشرقي، علشان كده هبني حاجز أمواج عالي على أرض ريال. بس لو انت عايز، أنا عايزة برضو أبني على جينت بميزانية ريال. اندهش غير وقال لنفسه ايه تسونامي؟ سألها انت عارفة عرض ساحل جينت قد ايه؟ ومقارنة مع ثروة ريال هو ده مش هيكون صعب؟ بصيت له وقالت له بثقة اه أنا عارفة. بصلها غير نظرة كأنه بيقول لها ايه الثقة اللي بتتكلمي بيها دي؟ وبعد كده قرب منها ونزل علشان تكون عينه في مستوى عينها، وقال لها الاقتراح ده جميل جدا، بس انت فاكرة ان ساحر العيلة اللي هتتجوزي منها معرض للخطر، ولا في حاجة تانية عند جينت انت عايزاها؟ فهمها قوي غير. ردت أرسل ما تقلقش، مش هيكون في أي ضرر لجينت، وبدل كده في تسونامي حقيقي جاي قريب، ولو حاجز الأمواج ده نفع ساعتها اسمح لي إن أنا أشتري غابة تنتا. قام غاير وبعد عنها وسألها غابة تنتا؟ فكر غاير هي مش غابة تنتا دي اللي بيطلق عليها مسقط رأس السم؟ مفيش فايدة من الغابة، والأرض مليانة بالسموم، وتكاليف الإدارة غالية جدا. الغابة مشهورة إنها ملهاش لازمة. كملت أرسل أنا عايزة أشتريها وأديرها أنا. فكرت أرسل المفروض في سنوات قليلة هيكون في حادث كبير في الغابة، هيتدفق الدخان السام لأكتر من شهر، وهيتسرب الأراضي المحيطة، وبعد كده هيكتشفوا منجم دهب هناك، وده حرفيا اللي بيقولوا عليه الجايزة الكبيرة. سكت غير شوية وبعد كده قال لها ماشي، بس هتعملي ايه لو حاجز الأمواج بقى ملوش لازمة علشان مفيش تسونامي؟ قالت له حتى ولو، بس كده سواحل جينات هتكون دايما آمنة. سكت غليل من الرد لأن التكلفة مش بسيطة خالص. وبعد كده سألها هو انت عايزة ليه الغابة؟ قالت له هدرس النباتات اللي هناك، كمان فيها مواد سحرية كتير. وقف غير وقال لنفسه ها، هي بتعمل كده عشان أخوها اللي هيبقى ساحر. وكملت أرسل وهي مبسوطة وأكيد هيكون كويس لو بنيت بيت ليا أعيش فيه أنا ومايكل. أول ما سمع غيل اتنرفز ومشي واتنهد، وكان حواليه هالة سودا كده. ندهته أرسل لما لقيته مشي ومتعصب، وقالت له غيل. رد غيل ماشي اكتبي العقد، بس بدل كده لازم يتبني الحاجز في السر. لو انتشرت الشائعات حول بناء حواجز الأمواج الفوضى هتعم في العائلات الساحلية المجاورة، وممكن بعد كده يبني عمك حاجز للأمواج. هو ده اللي انت عايزاه؟ اتنرفزت أرسل وقالت ايه؟ لا، انا مش عايزه اسلمه المعلومات، مجرد ما افكر فده بتعصب. اول ما شافها غير وهي متعصبه قال لها شفتي، مفيش لازمه اننا نسلم المعلومات للعدو. وراح ابتسم لها وقال لها تعالي نجلس ونرتاح شويه، عندي حاجه اقولها لك. وافقت ارسل وراح يقعدوا على مقعد في الحديقه، وراح طلع لها منديل وحطه على المقعد. استغربت ارسل واتكسفت وقعدت على المنديل وقالت له شكرا. وفكرت وهي مكسوفه احيانا بتكون تصرفاته لطيفه بشكل مش متوقع. قرب منها غير وقال لها ارسل اللي بيسعوا وراكي عارفين انك في البحر الشرقي؟ قربت له أرسل وقالت له ايه، هو انا مستهدفة؟
الله أنا قصدي انتي عارفة عددهم قد ايه. وخرج من جيبه رسايل واداها لأرسل. قالت أرسل ايه كل الرسايل دي؟ قال لها غير وهو مبتسم جبتهم بنفسي عشان اسلمها لك. قالت أرسل لنفسها ليه جابهم بنفسه؟ ده أمر غريب جدا. قعد غير جنبها وقال اقريهم بالراحة. قرت أرسل الرسايل وقالت أغلبهم من عائلات مفيش داعي إننا نقلق بسببها، بس الرسالة دي وقرت الاسم من الكونت أربادة. قالت أرسل لنفسها عيلة الكونت أربادة جنب ملكية ريال، والكونت كان أول واحد كشف عن النوايا الخفية في جنازة والديه. قرت أرسل المكتوب في الرسالة واللي كان مكتوب فيها إنه حزين وبيرسل النعي، وإنه كان دايما على علاقة كويسة مع ريال علشان كده بيدعوهم هي ومايكل لمأدبة صغيرة. بعد ما قرت الرسالة سألها غايل انتي مهتمة بالمأدبة دي؟ قالت له هي المأدبة كويسة بس قال لها غايل على فكرة عيلة أربادة بتدور على شريك زواج لابنها. اتعصبت وقالت أيوة حتى إن الكونتيسة أربادة ناقشت أمر الزفاف معايا يوم الجنازة على الرغم إن ماليش علاقة بيها أساسا. ابن عيلة أربادة مشهور بأخلاقه المنحطة. وفكرت بصراحة أنا مبسوطة إني اخترت غايل في الآخر. قال لها غايل متأكد إنهم في المأدبة هيتكلموا في الزواج وهيقولوا هتلاقي فين زوج أفضل منه. ردت أعتقد إنه هيعملوا كده. قال لها علشان كده أعتقد إنك المفروض ما ترديش قريب. وراح قرب منها وأخد الرسالة من إيدها وقال لها بسبب الوضع المستفز ده يعني إنك مش مضطرة تردي عليهم. واضح إن احتمال زواجك أفضل في البحر الشرقي عندي، علشان كده اللي بيسعوا وراكي هيختفوا. بصت أرسل بعيد وقالت هو صح بس أنا أساسا ما كنتش ناوية أقبل المأدبة اللي حضرها أربادة والعائلات التانية. قال لها باختصار ما عندكيش نية تقف في أخوهم، يبقى ندعوهم لجينات بعدين لما نتجوز. اتخيلت أرسل نفسها وهي لابسة فستان الفرح وماشيين جنب بعض وبيبصوا لبعض. قال لها عندي حاجة تانية أقولها لك. اتصدمت أرسل وقالت نفسها هو ايه اللي أنا بفكر فيه ده؟ وقال لها المساعد هيروح لمنطقة آنا قريب، علشان كده مش هعرف أبعته علشان يتابع أعمال ريال. ممكن ندي المهمة لفارس تاني؟ قالت له لا مش ضروري إننا نرسل حد جديد. استغرب غيل وقالت له أعتقد إن هقدر أستخدم فارس جديد من ريال قريب، علشان كده مش ضروري نجيب فارس تاني. قررت أرسل المفروض في الوقت ده تقريبا هيظهر الفارس الموالي الحقيقي والمخلص للريال. كان عنده مهارات صيد ممتازة، بس كان شخص ما شافش النور بعد ما اخواته ماتوا في عيلة ريال. بس خلاص ده مش هيحصل لاني هعيد تاني احياء ريال بوجود الفارس ده. لا غير حقيقي. فكر هو شاكك في مكان مليان بالاعداء مين اللي انت هتثقي فيه. لما انتشر في الاخبار ان ريال بتبني حاجز كل النبلاء سخروا منها وقالوا عليها مجنونة وانها مجرد عيلة صغيرة مراحتش للشاطئ قبل كده عشان كده ما تعرفش حاجة. لما شافت ارسل الصحيفة عرفت النبلاء هيشوفوها ازاي. فرحت أرسل وقالت كويس، وكمان فكرة إن محدش يعرف إن جينت كمان بتبني الحاجز ده هيخلي الكل فاكر إني معرفش حاجة، وكده ريال وجينت بس اللي سواحلهم هتكون آمنة. لاحظت سياتا وهي جنب أرسل إن في حاجة عند النافذة، ومجرد ما فتحت النافذة طارت ورقة بسرعة كبيرة ناحية أرسل. خافت سياتا وندهتها جامد، بس جات الرسالة قدام أرسل ووقفت علشان تمسكها. عرفت أرسل الرسالة من مايكل. ضحكت أرسل لسياتا وقالت طريقة إرسال مايكل الرسالة بتتحسن يوم بعد يوم. قرت أرسل رسالة كتب لها مايكل إنه متضايق إنه معرفش يحضر عيد ميلادها لكذا سنة بسبب إنه مش بيخرجوه من الأكاديمية، علشان كده بيحاول يتخرج في أقرب وقت ممكن، وإنه ممكن يتخرج بدري على الرغم إن مفيش حد في التاريخ عارف يتخرج من الأكاديمية دي بدري قبل كده. وراح بعت لها مع الرسالة صورة وقال لها أنا عارف إن أختي عايزة تشوف شكلي برضو. اندهشت أرسل أول ما شافت صورته، شكله اتغير خالص. بعد ما قرت أرسل رسالة مايكل بعتت رسالة الأكاديمية عند مايكل. كان مايكل في الوقت ده في الأكاديمية وقابله البروفيسور تيار كبير أساتذة بوزارة السحر. قال البروفيسور بحدة وعصبية انت لسه مش عايز تكون تلميذي الحصري؟ رد مايكل آسف أستاذي زي ما قلتلك آخر مرة عندي أسبابي الخاصة عشان أتخرج مبكرا. قال البروفيسور عموما أنا ما كنتش هتكلم عن الموضوع ده النهاردة. وراح خرج رسالة من جيبه وقال له في رسالة ليك. اتغيرت ملامح مايكل في ثانية وفرح قوي واتغيرت تعابيره تماما وقال له شكرا ليك. ماشي ممكن امشي الاول؟ اندهش البروفيسور لما شافه بقى عاجز عن الكلام وقال ايه اللي شفته دلوقتي ده؟ حقيقي مايكل وارسل اخوات حتى في تعبيراتهم وانهم يخلوا اللي قدامهم عاجز عن الكلام. فتح مايكل رسالة كتبت له ارسل ازيك يا مايكل، انا اتفاجئت حقيقي لما شفت صورتك انت قد ايه كبرت بسرعة.
ما اعتقدش ان في حاجة هتسعدني اكتر من انك بتتخرج بدري، بس اتمنى انك ما تعملش كده. اتصدم مايكل لما قرا وقال ايه. كملت ارسل: انا نفسي انك تستمتع بحياتك في الاكاديمية. بالمناسبة، انا قررت ان اتجوز من الدوق لما يكون عندي 20 سنة، صح؟ ولما يجي وقت التخرج هيكون جه وقت الطلاق. بس لو انت اتخرجت قبل ما اتجوز مش هقدر اتجوز ساعتها. اتفاجئ مايكل وقال يبقى لازم اتخرج بسرعة. كملت ارسل: انا بهزر معاك، هبقى اكتب لك مرة تانية. اه، ملاحظة، سألني الدوك عن اللي هعمله بعد الطلاق، وقلت له اني مش ناوية اتجوز تاني لاني مش عايزة اغير حياتي، عايزاها تكون مستقرة. وسألني برضو ازاي هيكون الامر لو قدرت اتجوز راجل مستقر. قلت له اني ساعتها هتجوز لو في الراجل المستقر ده. اتعصب مايكل بعد ما قرا الرسالة وقال بحدة: ايه اللي بتفكر فيه غايل فون جينيت؟ في نفس الوقت كان غايل وأرسل في السفينة رايحين لبرج الصحراء عشان يسلموا الشحنة الجديدة لنكهة آليا. قال غايل لأرسل: ما كانش في داعي انك تيجي معايا الرحلة دي، هتكون طويلة شوية. ردت أرسل: ازاي ما جيش؟ بصفة الشخص المسؤول ما ينفعش أهمل ده، دي السفينة اللي هتبعت آليا لبرج الصحراء، وكمان لازم أتعود على البحر على الأقل علشان الفترة اللي هكون فيها سيدة جينيت. قالت أرسل لنفسها: مايكل قال إنه هيتخرج بدري، بس بغض النظر عن محاولاته كده كده هيكون صعب يتخرج السنة دي، وممكن ياخد كذا سنة. علشان كده في الوقت ده لازم أتعود على البحر علشان ما اهملش جينيت. وهي بتفكر بصلها غير وهو متضايق وقال لنفسه: على الأقل في الوقت اللي هتكوني فيه سيدة جينيت. وراح قال لها: انت لو دخلت المكسورة مش هتحسي بالبحر كده كده. قالت له: جسمي مش هيتعرض للرياح كده وانا في المكسورة. سألها: انت بتحبي تتعرضي لنسيم البحر؟ قالت له وهي بتضحك: ايوه ده منعش جدا. فكر غايل: بالنسبة لي انا بشم ريحة الدم من فترة للتانية ممزوجة بريحة السمك، وده بيخليني مش مرتاح. وراح بص عليها وقال: هي مش بتحس بده؟ وفجأة السفينة اتحركت جامد وطارت قبعة أرسل ومسكها غايل ومسك أرسل جامد وحضنها. قالت أرسل: هو ماسكني أوي كده ليه؟ قال لها غايل: خليكي زي ما انتي. وراح ظهر وحش. قال غايل لطاقم السفينة: اصطادوه. وقال لأرسل: الوضع هنا خطير، تعالي ندخل المكسورة. دخل غايل وأرسل المكسورة والبحارة بيحارب الوحش. سألها غايل: اندهشت قوي من اللي حصل؟ قالت له: شوية، بس هو الفرسان مش اتخلصوا من الوحوش اللي حوالين منطقة أنا من قريب؟ قال لها: أيوة، بس الفترة اللي فاتت الوحوش بقت بتظهر بشكل متكرر. تهيت أرسل وقالت نفسها: حتى لو كنت شخص هيغادر قريب أنا بكره أشوف الناس في جانب بيتأذوا وبيموتوا. سألت غايل: لما بيظهر الوحوش بيموت كتير من جينيت؟ قال لها: أيوة. وافتكر وعده مع الملك وقال لها: في وعد بين جينيت والعيلة المالكة لحماية البحار الشرقية. ولما استقرت الأوضاع في البحر الشرقي من الوحوش بسبب جينيت، على الرغم من العيلة المالكة ما دعمتناش على الإطلاق، ساعتها بدأنا نشتغل في البحر. ولما عرف الإمبراطور أمرني بإخضاع قراصنة البحر الشرقي. وده بيخليني أسأل: هو أنا يا ترى هقطع راسي ولا هقطع راس الإمبراطور؟ اندهشت أرسل من كلامه وفكرت: هو عادي يتكلم كده؟ دخل قبطان السفينة وبلغ غايل إنهم قضوا على الوحش. حط غايل القبعة على أرسل وقال لها: ها، يلا نرجع دلوقتي أرسل. خرج غايل وأرسل لسطح السفينة. قال غايل لقبطان السفينة: لما نرجع للجزيرة قول للسيادة إنها تحقق في موضوع طيارات أنا. رد القبطان: حاضر يا كابتن، بس بالمناسبة تدفق الطيارات في أنا غير طبيعي في الآونة الأخيرة، وهيكون من الصعب إن احنا نتحقق بالوسائل العادية. قال له غايل: خلاص، خد ساحر عشان يتفقد الوضع، وخده قاذف بحر يشوف أنا. اتفاجئت أرسل لما سمعت وفكرت: لو هيجي قاذف بحر معناه إنه مش هيرجع تاني. بصت أرسل حواليها وقالت نفسها: البحر ده وغايل كمان أقدر أحس بالقسوة اللي فيهم. بس اللي بيخليني مندهشة أكتر هو إني اتكيفت معاهم. ومدلها غايل إيده وقال لها: هنوصل قريب البرج السحري. مسكت إيده وقالت له وهي مبتسمة: شكرا غايل. بعد أيام كان غايل وأرسل في وقت الشاي، وجت سيادة بلغتهم إن وصل خطاب من العيلة الملكة الأرسل. ابتسم غايل وقال: جه الوقت. فتحت أرسل الرسالة واتكتب فيها إنه مع بلوغها سن 20 السنة دي أعلن إنك بقيتي رئيسة عائلة ريال. فرحت أرسل وقالت: أخيرا تم الاعتراف بيا كرئيسة للأسرة. رد غايل: أخيرا ممكن نتجوز.
وبعد كده اتنهد وقال: حفل الزفاف اتأجل بسبب ممالطة العيلة المالكة. ضحكت وقالت له: أنا متطلعة للزفاف. قام وقف جنبها وقال لها: عظيم، يبقى خلينا نستعد بشكل مثالي. جهزوا ملابسهم للزفاف وجهزوا دعوات الزفاف، وجه اليوم اللي هيخرجوا فيه من الجزيرة ويروحوا لقصر جينت في البر الرئيسي. جهز غايل وصعد على السفينة هو وأرسل، وكانت أرسل وصلت الأول وبتقرا رسالة. لما شافته ابتسمت له وقالت له: غايل، البحر مسالم النهاردة على غير العادة. قال لها: هو من اليوم اللي جت فيه عروسي أول مرة بقت أكتر هدوء. ضحكت وقالت له: حقيقي؟ وقف جنبها وقال لها: أكيد. وبعد كده قال لها: زمان دعوات الزفاف وصلت المدعوين في الوقت ده، وزي ما انت كنت عايزة اتركز في الدعوات على العائلات اللي بعتولك دعوات المكتبة المرة اللي فاتت. بصت على الرسالة اللي في ايدها وقالت: باند ريال، حتى بعد ما رفضت الإجابة على رسايلك لسه عمال تبعتلي. وقرت الرسالة اللي عمها بعتها لها، وكان مكتوب فيها: أنا بعت ناس لعيلة ريال أكتر من مرة، بس هما قالولي إنك مش في البيت. هو والداكي معلموكيش حاجة؟ وإيه موضوع الشائعات اللي عنك انتي ورئيس عيلة جينيت؟ هو مش مفروض تكوني صالحة علشان تتجوزي زوج صالح، علشان تكوني جوهرة تنور حياته؟ بالمناسبة، أنا عندي زوج صالح ليكي. مكملتش أرسل الرسالة وقطعت الرسالة، وقالت لنفسها: تماما زي ما انت عايز، المكتبة هتتعمل. وراحت رمت الرسالة في المية. بس أنا اللي هكون الشخصية الرئيسية فيها. بصيلها غير وهي بترمي الورقة وقال لها: أعتقد إنك تحرقيها هيكون أفضل. قالت له: بس مش بيقولوا الشيء اللي بيدخل البحر ما بيرجعش تاني؟ هلا مضحك جدا إنك مهتمية بالضيوف أكتر من زوجك. هو لو قطعت راس كل الضيوف هتنتبهي لي ساعتها؟ اتصدمت أرسل وقالت نفسها: لا، لأنها ساعتها هتكون مجزرة. بصوا الاتنين لبعض شوية وبعد كده قعدوا يضحكوا. وقالت له هو والبحارة اللي على السفينة: أنا هتجوز قريب. سكان الجزر وانت افتكرت انكم مجرد ناس سيئين، بس باين اني كنت غلطانة. وافتكرت لما جت تقابل غايل أول مرة وقالت نفسها: كنت خايفة جدا في البداية، وأشفقت على مايكل اللي كان ماسك إيدي وهو خايف. علشان كده صممت أسعد مايكل، والمرة دي هكون سعيدة أنا ومايكل. لازم نكون سعداء مع بعض. شايلة غايل من حساباتها تماما. وصل غايل وأرسل البر، وراح قصر جينت علشان يجهزوا للزفاف. وبعد ما لبست أرسل فستان الزفاف، استنت مايكل عشان المفروض يرافقها في الممر، بس ما جاش. ودخلت الخادمة وقالت لها إنه ميعاد الزفاف ومايكل ما جاش. اتأثرت قوي أرسل واتضايقت. راحت أرسل قاعة الزفاف عشان ما تتأخرش. وقفت قدام باب القاعة وسألت سياتا: هي لسه موصلتش عربة مايكل من الأكاديمية؟ ردت سياتا: لا، لسه موصلتش. اتضايقت أرسل وقالت نفسها: المفروض بياخد حد من أفراد عيلة العروس إيدها ويسلمها لزوجها. دي الخطوة الأولى لحفل زواج مبارك. على كل، ده مجرد زواج عقدي، وهننفصل بعد كام سنة. حاسة إني كنت زي العبيطة وأنا متحمسة وهما بيجهزوني. وراحت قالت للخدم: افتحوا الباب، هدخل لوحدي. أعلن الحاجب عن دخول أرسل. بص غايل واتفاجئ بدخول أرسل لوحدها وقال لنفسه: هو فين مايكل؟ وكل الحضور قعدوا يتكلموا ويقولوا: ليه العروسة داخلة لوحدها؟ هي مش المفروض يكون عندها أخ أصغر؟ دخلت أرسل القاعة وفكرت: مش مهم، مش مهم، تقدري تعملي كده أرسل. بس لقيت غايل جه ناحيتها. وقفت وبصيت له بنظرة: انت ايه اللي جايبك ناحيتي؟ وراح وقف قدامها وقدم لها ايده وقال لها: خلينا نمشي مع بعض للمنصة. اندهشت أرسل وفرحت وحطت ايدها على ايده. بس جه حد وحط ايده في النص وبعد ايدهم عن بعض وقال له: ابعد ايدك عنها. بصت أرسل لقت مايكل. اندهشت وفرحت وقالت له: مايكل، ايه ده، انت هنا؟ مسك مايكل ايدها وبسها وقال لها: انا اتأخرت يا اختي، انا اسف. وراح بص لغايل وقال لنفسه: غايل فون جينيت. لاحظ غايل نظرته وقال له: وصلت متأخر مايكل. وراح بص لأرسل وقال لها: هرجع تاني لمكاني، ماشي؟ سبقهم غايل وبص له مايكل ومتضايق، وافتكر كلام أرسل في الرسايل لما قالت له: بعد الطلاق عايزة أبني فيلا وأعيش فيها بهدوء، وفي غابة عايزة أشتريها، وبعد ما تخلص من دراسة السحر هصنع لك مكتبة بحجم بيت صغير تقرا فيها الكتب زي ما انت عايز، وكده نقدر احنا الاتنين نعيش مع بعض بسعادة. وراح اندهش مايكل واتضايق. بصت له أرسل وقالت له: يلا يا مايكل. بص لها وبص على نظرة غير وهو مستنيها وقال لنفسه: اختي، هو انت حقيقة هتقدري تعرفي تطلقي منه بعدين؟ انت مش شايفة الضلمة في عيونه؟ واضح انه ما عندوش اي نية لتركك. خليته أرسل يمشي ويروح الغاية، وكان عمها من الضيوف وباصص عليهم وهو متعصب وبيفكر:
انا كنت سمعت شائعات عنك وعن دوك جينيت، بس عمري ما فكرت في حال من الاحوال الامور بينكم هتنتهي كده. انا اشتريت كل خدم وفرسان ريال، بس لو كنت اتحركت قبلهم شويه كانت ساعتها كل املاك ريال هتكون ليا دلوقتي. لو اعرف بس ايه اللي مخلي دوك جينيت يتجوز ارسل. في الوقت ده جه حارس لي وقال له ان سيده عايزه يقابله. استغرب وقال له سيدك. وفي نفس الوقت كانت ارسل وصلت لغايل ورافقها علشان يقفوا نزور الزواج. بعد ما خلصت لبس غايل ارسل الخاتم. وفجأة قال الكاهن جه وقت قبلة القسم. اتصدمت ارسل وقالت له ايه. ضحك الكاهن وقال لها بعد التقبيل هتكونوا زوج وزوجة رسميا. خلاها غايل توصله وقرب منها وقال لها مش المفروض نخلي الناس تصدق انك زوجتي. بصوا لبعض وفكرت ارسل مادام ده السبب مفيش عندي اختيار تاني. قفلت ارسل عينها وجعدت وشها جامد. بصلها غايل وضحك وحضنها وقال لها مش لازم تكوني مستعجلة. وراح بص راسها. اتكسفت ارسل وقالت نفسها ان ده ممكن يحصل امر صعب قوي، بس هو للعرض بس خلاص. وراح ناداها غايل ارسل. بصيت له ارسل وراح قبلها فجأة. اتفاجئت ارسل وقالت ارسل لنفسها على الرغم انها قبلة مش طايقاها بس هي عذبة جدا. انا مش مصدقة ان احنا بنعمل ده قدام الناس. وفي نفس الوقت بص غايل على مايكل وكان مايكل متعصب جدا. خلصت القبلة وبصله غايل وابتسم له بتحدي كأنه بيقول له خلاص بقت زوجتي ومش هتعرف تبعد عني. بعد ما خلص الزفاف بدل غايل وارسل ملابسهم لتحية الضيوف. راحت ارسل وجريت على مايكل وحضنته قالت له اشتقت لك كتير قوي مايكل. عدى 3 سنين بس من ساعة ما شفتك، صح؟ ازاي كبرت قوي كده؟ قال لها اختي برضو بقيتي اكتر جمالا. قالت له مستحيل انا ما اتغيرت زيك. وسألته هتقعد قد ايه معايا. انا عارفة ان الاكاديمية صعبة في قوانينها المتعلقة بالخروج وقت الدراسة. قال لها المفروض ارجع باسرع وقت ممكن، مثلا بكره. قالت له ايه ده سريع قوي. وحطت ايدها على وشه وقالت له اتمنى ان تتخرج بسرعه. وراح بص لغيره وقال لها هتخرج في اسرع وقت ممكن. سالته بس قول لي هو بقى صعب انك تتخرج بدري. قال لها في الواقع اعتقد ان في واحد من الاساتذه مش بيحبني عشان كان عايزني اكون تلميذه الحصري بعد التخرج وانا رفضت. فكرت ارسل لو انجمع بين معلم متميز وموهبه مايكل اكيد مايكل بعد كده هيقدر يتغلب عن المعلم ده ويبقى ناجح جدا ويقدر يطير فوق كأن عنده أجنحة ويبقى في مناصب عالية. قالت له بس هتكون فرصة كويسة حقيقي. قالها بس إن أكون جنب أختي هو أهم حاجة بالنسبة لي. اتأثرت أرسل وقالت له بعد كل شيء أنت أخويا اللطيف. جه غايل وقرب من أرسل وقال لها أرسل آسف إني قطعتكم بس في كتير عايزين يلقوا التحية عليكي. قالت له آسفة خد مني وقت طويل وأنا بتكلم مع مايكل. وقالت لمايكل هروح لطاولة تانية للحظات مايكل. اتضايق مايكل لأنه عايز يقعد معاها وبعد ما مشيت كان غايل واقف ومبسوط. وبص مايكل لغايل وهو متعصب وبص له غايل وهو مبتسم وقال له مايكل انت مش شايف انك بتتباهى اكتر من اللازم. رد غايل باستفزاز وهو يهمك لو قبلت زوجتي. قال له مايكل بعصبية ما تتأملش اكتر من كده، كده كده هتطلعوا قريب. ابتسم له غايل وقال له بس لحد ما ده يحصل هي زوجتي. قال له مايكل انت عارف كويس ان ده مش زواج حقيقي، كمان هي مختلفة عنك تماما. اتضايق غايل وسكت شوية وراح ابتسم له باستفزاز. واو انت عندك حق، كده عارف ان زوجتي مش جد حوالين الزواج ده. وراح قرب منه وقال له بس ايه اللي هيحصل لو جوازنا كمل حقيقي. صدم مايكل وراحت نادت ارسل غايل وقالت له ممكن تيجي علشان نقدم امتحان مع بعض، ده غير انتوا قريبين قوي كده ليه من بعض، ده امر مريب. ضحك لها وقال لها حاضر اصل انا مبسوط حقيقي وانا بتكلم مع اخو زوجتي، بس هيكون امر كويس اننا نستقبل الضيوف مع بعض. وراح وقف جنب ارسل ومايكل باصص عليهم ومتضايق من غايل لانه عارف هو بيخطط ليه. خلص حفل الزفاف وغير غايل هدومه وهو ماشي لغرفة أرسل قال لنفسه أخيرا الفرح خلص. وافتكر كلامه مع مايكل لما قاله بس ايه اللي هيحصل لو جوازنا كمل حقيقي. وقال أنا قلتله ساعتها بثقة بس زي المتوقع. وافتكر بعد الزفاف مشيت أرسل وقالت له انت عملت بجد غايل انا همشي الأول بقى. وقال بإحباط مجرد ما الحفلة انتهت مشيت ببرود ملوش حد. عموما حتى لو مشيت مفيش سبب اقدر بيه ان انا اتمسك بيها. وصل غاير لغرفة ارسل وبص على الباب بس مع ذلك لو قربت اكتر من الحد اللي هي سامحالي بيه وراح فتح باب غرفتها ازاي هتكون ردة فعلها. قعد غايل وارسل على السرير يتكلموا وارسل بتشرب النبيذ وبتقوله لما ارجع لريال هبدأ اشكل الفرسان من الاول. مش هكون قادرة على السيطرة على التجارة من حولي زي جينيت، بس على الاقل ممكن تكون وسائل التجار انهم يبحروا بحرية.
دي الطريقة المناسبة عشان اقدر اطور ريال، علشان كده جيت لك يا سمو الدوق. وكان وشها احمر من كتر الشرب ومش مركزة، وقالت: انا مش فاهمة ليه حاسة ان انا الوحيدة اللي بتكلم هنا. غايل، هو في اي حاجة عايز تقولها لي؟ وغايل قاعد جنبها وساكت ومتضايق، وبيقول لنفسه: شربت كأس وبعد كده شربت واحد تاني وادي التالت. قالت له: غايل، هو انت حقيقي ما عندكش حاجة تقولها؟ بصلها غايل، ولما بصيت له بكل براءة اتعصب وقال لنفسه: ازاي بتقدر تتكلم من غير مبالاة كده في الموقف ده؟ هي حتى ما تقدرش تتحمل المشروب ومع ذلك بتشرب بدون خوف. وراحت أرسل بصت على بقية النبيذ المتبقي وقالت وهي زعلانة: ايه ده، الباقي قليل قوي. قال لها: أرسل، ما تشربيش بسرعة كده، وفكر الخمر ده موجود هنا بس، ممكن عشان كده عاجبها، بس برضه ما ينفعش تشرب بتهور كده. شربت أرسل وبعد كده قالت له: لو ما عندكش حاجة تقولها خلاص، هتكلم أنا. بعد الطلاق مش هكون دوكة جانيت، بس ممكن استخدم طريق الشرقي. سوفن جانيت كده كده هتفضل بتشتغل في القراصنة. عايزاك بس توعدني انهم ما يستهدفوش سوفن ريال، هيكون امر محزن قوي انها تهاجم من الناس اللي عارفاهم. صدم غايل من كلامها وتعصب وقال لنفسه: بجد؟ هو ده رأيك فيا؟ قد ايه سفن كتير بتعدي في البحر الشرقي، شفتينا حاولنا قبل كده سرقة سفن ريال. افتكرت ان علاقتنا الحالية على الاقل هما شركاء واثقين في بعض. انتي فاكرة اننا هنكون غراب عن بعض لما تنتهي الصفقة؟ وراح قرب منها ومسك ايدها وشبك ايدها في ايده وبصوا لبعض. وراحت أرسل غلبها النوم وغمضت عينها ونزلت راسها ووقعت الكاس من ايدها، بس مسكه غايل وحطت راسها عليه وقالت له: اسفة، انا حاسة بس ان انا نعسانة شوية. غايل، تعرف ازاي اقدر اتخلص من النعاس ده؟ حط الكاس اللي ماسكه على الترابيزة وقال لها: عندي شيء واحد جاي في دماغي، بس خايف تتفاجئي. قالت له: بس انا عايزة ابقى صح. راح قبلها غايل على راسها، اتفاجئت وقالت: ايه؟ قال لها: ها، لسه حاسة انك عايزة تنامي؟ اتصدمت أرسل وفضلت من غير ما تتحرك، بسها تاني على راسها وقال لها: شفتي، قلتلك انك هتتفاجئي. قالت له: ما اعتقدش اني هفتكر كل ده بكره. قبل خدها وقال لها: هعملها تاني لحد ما تفتكري. وقبل أرسل وقال لها: انا عارف ان لو فضلت اكلمك بصوت واطي كده هتنامي بسرعه. وأرسل ما كدبتش خبر ونامت فعلا. صحيت أرسل تاني يوم دماغها وجعها قوي، حطت ايدها على راسها وقالت نفسها: راسي وجعاني. وراحت قالت: عايزه اشرب ميه، عندي شعور بالغثيان والجوع، اكيد ده بسبب ان انا شربت كتير امبارح. وبصت جنبها لقيت غايل نايم جنبها. اول ما شافته اتصدمت وقالت نفسها: ايه اللي بيحصل هنا؟ فضلت بصاله دماغها جايبه ايرور، وبعد كده افتكرت اللي حصل. اتكسفت قوي وفكرت: هو امبارح انا قلت له كل خططي المستقبليه؟ ما اعتقدش اني قلت له على المنجم موجود في غابه تانية، بعد الطلاق هاخد غابه تانية ليا. وراحت بصيت له وقالت: ما اعتقدش اني عملت حاجات غريبه. غريبه؟ وراحت افتكرت لما قرب منها وقبلها على راسها، وراحت اتكسفت ووشها احمر للمره التانية وقالت نفسها: ايه اللي جه في بالي ده؟ ده حلم صح؟ لا، ده مش حلم، انا حسيت بالقبلة دي. معقول غايل كان هو كمان في حالة سكر؟ المفروض بس ان احنا بنوضح للناس التانية ان مفيش مكان لحد غيري. كان امبارح واضح انه ما كانش في حالة سكر، كان فيه هدايا وزهور كتير قدام غرفة الزفاف. الضيوف مهتمين جدا بالليلة الأولى للعريس والعروسة، انه بدأ مجرد ناس بيحبوا النميمة. بس برضو ده مش مبرر ليه انه يتصرف بلطف كده، لدرجة اني برتجف احيانا. انا شخص حساس اكتر من اللي باين عليا. وراحت قربت منه وهو نايم وهمست في ودنه: القبلة كانت جيدة، هو ده اللي انت عايز تسمعه؟ عموما انا كنت سعيدة امبارح. فضلت واقفة شوية بس هو ما اتحركش. قالت نفسها: هو ما سمعنيش؟ عموما لازم احافظ على مشاعري لحد ما يتم الطلاق برضو. لو عدت اللي حصل تاني وشربت بتهور ممكن اقوله موضوع منجم الدهب اللي في الغابة. وراحت خرجت من الغرفة. اول ما خرجت فتح غيال عينه واتنهد. بدأ النبلاء يغادروا القصر لبيوتهم، وقعدوا يتكلموا ازاي أرسل وغايل بيحبوا بعض قوي وانهم عروسين جمال. بصت أرسل على النبلاء من شرفة مكتبها، وبصت على المكتب لقت رسالة مايكل مكتوب فيها انه كان مبسوط قوي انه شافها بعد وقت طويل، وانه شاف انها تعبانة من حفل الزفاف عشان كده مشي من غير ما يسلم عليها، وقال لها انه هيرجع بعد تخرجه. قالت أرسل بعد الرسالة: انا اسفة مايكل، ما قدرتش ان اشوفك وانت ماشي، لازم اكتب له رسالة مش عايزاه ينزعج. وهي بتكتب خبط حد على الباب. قالت: ادخل. دخلت خادمة وهي مبسوطة وبتقول لها: انت نمتي كويس صاحبة السفينة؟ بان عليكم انكم في حالة جيدة الصبح.
استغربت أرسل وقالت: صاحبة السفينة؟ ردت الخادمة: انت اتجوزتي سيد المكان، علشان كده هيتم أحيانا دعوتك بصاحبة السفينة، وانت برضو مضيفة الأسرة. قالت لها أرسل: فهمت. قالت لها الخادمة: سمعت انك قضيتي ليلة ممتعة امبارح. اتكسفت أرسل وقالت لها: اتحمست الخادمة وقالت لها: ازاي؟ قطعتها أرسل وقالت لها: ده مش مهم حاليا، عايزة أطلب منك حاجة، جيبيلي قايمة بكل خدم وفرسان ريال. قالت لها الخادمة: عايزة الخلفية برضو؟ قالت لها: لأ، عايزة الاسم بس. وفكرت: أنا عارفة خلفيته أساسا. راحت الخادمة ورجعت بسرعة ومعاها الملف. استغربت أرسل وقالت لها: ايه بسرعة كده؟ ده معداش وقت طويل. قالت لها الخادمة: ده لأننا معانا معلومات عن عائلة العروس بالفعل. مسكت القايمة ولقت اسم وقالت: كويس جدا. وادت الخادمة تاني الملف وقالت لها: عايزاك تتصلي بعائلة ريال وتقولي لهم ان الكل اللي هناك مطرودين ما عدا شخص واحد بس. بعد ما أرسل ادت الخادمة الورقة عشان تطرد كل موظفين ريال ما عدا شخص واحد بس اسمه كين، استغربت الخادمة وقالت لها: شخص واحد بس؟ يا سيدتي ليه هتطردي كل الخدم؟ ردت أرسل: ده الوقت المناسب تماما لطردهم. قالت لها الخادمة: أسفة على تطفلي، بس لو طردتيهم كده محدش هيعتني بريال. فكرت أرسل: بس برضه ما ينفعش أسمح للجواسيس إنهم يكملوا أكتر من كده في ريال. بجوازي من غير قدرت أحمي حقي في ريال، وجيه الوقت دلوقتي علشان أخلي القصر كله في إيدي. دلوقتي بقيت مستعدة أرجع مجد ريال. الخادمة بص على أرسل وشايفاها بتبتسم برضا غريب، وحواليها هالة سودا كأنها بتخطط لحاجة. قالت لها الخادمة: سيدتي. لاحظت أرسل وقالت لها: المهم اعملي اللي أمرتك بيه. خرجت الخادمة. فكرت أرسل: مش لازم أتسرع، ممكن أعتمد على كين في مسألة ريال. المفروض هيتم اكتشاف منجم غابة التانية قريب، وجانت هي اللي هتتصرف في الموضوع ده معناه إن كل الكنوز اللي هناك هتكون ليا. وبعد كده لاحظت حاجة وقالت: لحظة، المفروض المنجم ما يظهرش غير بعد موجة المد والجزر بسبب تسونامي، عشان كده بنيت حاجز الأمواج. بس ايه ده؟ وبصت على التاريخ وقالت: التسونامي اتأخر. في نفس الوقت ده كان غايب في مكتبه. دخل عليه المساعد بتاعه وقال له: سموك، انا جبت اللي انت امرتني بيه. واداله قايمة وقال له: القايمة دي بأسماء السحرة علشان يتحققوا في جزيرة أنا. اخترت السحرة اللي ما عندهمش تأثير كبير لو فقدوا، وليهم قدرة كويسة برضه. قراها غايل وقال: وبالنسبة لمش مهتمين لو اتخدموا كضيوف بحر. رد المساعد: احنا ما ينفعش ان احنا نسمح ان اي شخص يعرف سر الجزيرة انه يعيش وقت طويل. شاف غايل اسماء الصحراء وقال له: ايه ده؟ موجود بالقايمة برضو بروفيسور تيار. رد المساعد: ده الأكتر موهبة بين كل هؤلاء السحرة. قال له غايل: بس برضو وجوده في الوضع الحالي هيكون مرهق. لو قمنا بدعوة أستاذ من أكاديمية تميلة كضيف للبحر ده هيوجه الانتباه لينا. رد المساعد: نقدر نتعامل مع ده ساعتها. بس قال له غايل: مفيش داعي إن احنا نخاطر المخاطرة دي، دور على شخص تاني. رد المساعد: طب نجيب ساحر بمهارة متوسطة؟ قال له غايل: المهم ما يكونش شخص بيسبب مشاكل، وخلص الموضوع بسرعة. انت عارف التقارير عن ظهور الوحوش في أماكن غير متوقعة لسه مستمرة، واحنا ما نعرفش هياخدوا وقت قد ايه علشان يتحققوا في انا. افتكر أرسل. سأله المساعد: سموك، هو في حاجة شاغلة بالك؟ ضحك غايل وقال له: ايه اللي شاغل بالي؟ وافتكر أرسل لما كلمته وقالت له: ليلة أمس كانت جيدة، أنا كنت سعيدة امبارح. فكر غايل: هو أنا كان المفروض أمسك بيكي وانتي ماشية وأسألك بنفسي هو انتي حقيقي كنت سعيدة ولا لأ، ولو ينفع أقعد معاكي ليلة أخرى، وبرضه أسألك ممكن أقبلك مجددا من غير ما تكوني ثملة ولا لأ. وراح مسك الورقة اللي كانت في إيده جامد وخبط على الترابيزة، وراح سأل المساعد بتاعه: انت ازاي كانت قبلتك الأولى؟ اتصدم المساعد ووشه احمر وارتبك وقال له: نعم. سأله: انت كنت سعيد ساعتها؟ قال المساعد: انا مجرؤش ان انا اقول كلمة عن ده. قال له بحدة: ما تخافش وما تترددش في اخباري، قولي واسترخي. فكر غايل: هو المفروض بيكون الجميع كده بعد القبلة الأولى؟ هو طبيعي انك تكون مضطرب ومش قادر على نسيان لحظة واحدة عن ده. لما لقاه غايل ساكت ومتردد اتصدم وقال لنفسه: مستحيل، انت اكيد مش بتفكر ان انا شخص غريب الاطوار، صح؟ رد المساعد ووشه كله احمر: قبلتي الأولى ما عملتهاش قبل كده أبدا. صدم غاير وبعد كده قال له: حقيقي؟ وراح أحبط وحط إيده على راسه وقال: أنا ما جاش في دماغي الاحتمال ده خالص. قال له المساعد وهو مرتبك: آسف إني معرفتش أساعدك سموك. وراح فكر غاير وقال:
يا ترى بتعملي ايه دلوقتي يا أرسل؟ بعد ما ادت أرسل الأمر بطرد كل خدم ريال، أو كانت المهمة دي لمساعد غايل ومساعده رايح للقصر. في الوقت ده كان الخدم بيقولوا: ليه علينا ان احنا ننضف مكان ما فيهوش مالك؟ دي ما جاتش الريال لمدة 3 سنين، عملت زفافها مع ابن عائلة جينيت، هترجع امتى؟ السيد أمرني ان احنا نكون ودودين معاها. ردت خادمة تانية: لازم نتبع أوامر السيد، قال لنا ان احنا ما نبعدش بصرنا عنها. عموما هي فتاة لسه عندها 20 سنة، مش هتشكل خطر كبير علينا. ردت عليها خادمة: بس مع ذلك احنا مأخدناش رواتبنا بقالنا كتير. والخدم بينضفوا دخل عليهم حد من باب القصر، وكان مساعد غايل. دخل وسطهم والخدم مستغربين، بس قالوا لبعض: أخيرا في حد افتكرنا. بس ده جه لوحده. بصوا على ايده لقوا فيها ورقة، قالوا: ايه ده؟ ده معاه رسالة. اللي افتكر منهم ان الورقة دي رسالة بتقول فيها أرسل انها هترجع للقصر، واللي افتكر انها رسالة عشان هيدفعوا الرواتب المتأخرة. فتح المساعد الرسالة وقال لهم: هقوم بتسليم أمر لكم من مالكة منزل ريال. قال المساعد: باستثناء الفارس كين، كل خدم ريال هيطردوا. استغرب الخدم وقاله بعصبية: انت قصدك ايه؟ راح سأل اللي اتعصبت وقال لها: انت اسمك ايه؟ قالت له: إيلي. بص على الورقة وقال لها: انت مرسلة من الكونتيسة بارت. وراح قال لخادم هم جواسيس لأنهي عيلة، وقال لهم في النهاية لو ما كانش في أي اعتراض يا ريت تغادروا القصر في أقرب وقت ممكن. وراح فكر المساعد: هو ده السبب، تم شرائهم من قبل العائلات التانية وهما بيشتغلوا هنا كجواسيس، مفيش مكان للولاء هنا. وراح مسك قائمة الأسماء وقال لنفسه: بس ازاي عرفت السيدة أرسل بهؤلاء الجواسيس؟ في نفس الوقت كان غال وأرسل بيتمشوا، لفت نظر أرسل الزهور وقعدت تبص عليها وهي مبسوطة. قرب منها غال عشان يغريها وقال لها: بتحب الزهور دي؟ ممكن أعمل لك باقة زهور منها علشان تستمتعي بيها في غرفتك. بصيت له أرسل وهي وشها محمرش وقالت له: لا مش مهم. صدم غايل من رفضها، فكر: هي رفضت اقتراحي دلوقتي؟ لما لقيته مصدوم قالت له وهي مبتسمة: السبب اني مش عايزة منها باقة عشان مشاهدتها مع غايل ممتعة اكتر. صدم غايل للمرة التانية بس لسبب مختلف، ووشه احمر من السعادة. بس يا عيني ملحقش، وراحت كملت أرسل وهي مبسوطة وكأنها أذكى الأذكياء. وكده نقدر نتظاهر إن احنا الاتنين بنتواعد ونضرب عصفورين بحجر واحد. ما صدمش غايل للمرة التانية، خلاص مش لاقي حاجة يقولها. سكت وحط ايده على راسه. وبعد كده غير الموضوع وقال لها: بالمناسبة، سمعت قصة مثيرة للاهتمام. استغربت أرسل وقالت له: قصة مثيرة للاهتمام؟ قال لها: اتقال لي إنك طردتي كل الموظفين عيلة ريال ما عدا شخص واحد بس. قالت له: ده فارس اسمه كين، هو اللي هيبقى قائد الفرسان في ريال. قال لها: قائد الفرسان؟ قالت له: أيوة، لأن كل خدم ريال اشتروهم من العائلات التانية وبقوا جواسيس. بصلها غايل وسكت وقال لنفسه: عرفت أرسل كل حاجة المرة دي برضه، مش بس إنه تم شراء خدم ريال، بس عرفت برضه العائلات اللي شاروهم. كل كلامها اللي قالته قبل كده أنا واثق إن تخمينها هيكون صح بنسبة 100%، ما عدا شيء واحد بس. ده طبيعي، ممكن تحصل شوية أخطاء. وراح افتكر لما قالت له إن في تسونامي جاي على الساحل الشرقي، وفكر: بس كارثة التسونامي محصلتش. لو كانت غلطانة بس عن الكوارث الطبيعية وبس عارفة حاجات تانية عن الناس التانيين، ده معناه إنها ممكن تكون منضمة لنقابة معلومات. بس وقف تفكير لأنه حس إن الموضوع مش منطقي، لأن حتى لو في نقابة اغتيال عرفوا إزاي يعرفوا المعلومات اللي جوه الجزيرة. وبعد كده راح بصلها وقال لها: أرسل. وقرب منها: انت ازاي عرفتي كل ده؟ ازاي عرفتي كل المعلومات دي؟ اندهشت أرسل وبعدت عنه شوية، قالت له: ثانية واحدة. وقفت قدامه وحطت ايدها علشان توقفه وقالت له: ده سر، افتكرت انك قلت انك هتكتشف ده لوحدك. قال لها: انا فعلا دورت في الموضوع بس وقفت في مرحلة ما. قالت له: وقفت فين؟ قال لها: انتي اتغيرتي بشكل ملحوظ في السنين الأخيرة اللي سبقت جنازة باباكي ومامتك، كأنك بقيتي شخص تاني تماما. صدمت أرسل أول ما سمعته. يا ترى أرسل هتعرف إنها تتصرف في الموضوع ده وتعرف تراوغ عشان غاية ما يكشفهاش؟
صدمت أرسل وقالت له ها. قال لها ايه، هو انا غلطان؟ سكتت أرسل وخافت وتوترت وودت عيدها الناحية التانية. بصلها غير وابتسم وفكر الموضوع بقى ممتع جدا. شخص زيها ما هزتهاش أي كلمة قبل كده، بقت متوترة كده ومش عارفة حتى تتحكم في تعبيرات وشها. مسكت فستانها جامد وقالت له ممكن تكون عندك حق. قال لها مش بس كده، أنا لسه لحد دلوقتي ما اكتشفتش ايه اللي حصل لك حقيقي. هديت وقالت له اه. قال لها علشان كده ناوي اتحرك بشكل اكتر فعالية. فاجأت أرسل وراحت قالت له اعمل اللي انت عايزه. فكرت انت اساسا عمرك ما هتلاقي الجواب، مش هتعرف اي نوع من الاشخاص انا. ازاي هيجي في بالك ان انا قريت الرواية ودخلت للعالم بتاعها؟ ده مستحيل. قال لها هو انت فاكرة ان انا مش هعرف ايه اللي حصل لك حقيقي؟ وراح قرب منها وقال لها لو سمحتيلي هحاول ابحث عن عروسي واعرف معلومات عنها بقدر استطاعتي. ابتسمت له وقالت له بس خلي بالك، ده سر انا ما قلتوش لحد قبل كده. قال لها ولا حتى اخوكي؟ وراح فكر سر ما يعرفوش حتى هو. وراح ابتسم لها ورد عليها عشان كده هعرف انا، وحاسه علشان اعرفه انا. بصيت له وهي متضايقه لقيت نفسها انت ازاي واثق قوي كده من نفسك؟ قال لها انا متاكد من ان انا اقدر اعرف، لان عروسي هي اللي عارفه الجواب وفي يوم من الايام هتقولهولي. قالت له ارسل بس ده مش سر ممكن اشاركه مع طريق المستقبلي. وفكرت النوع ده من المحادثات صعب قوي ومرهق، لازم اغير الموضوع بسرعه. راحت قالت له على كل، لو انا اخدت هين كقائد للفرسان مش هيكون في جواسيس اكتر من كده في عيله ريال. سكت غايل لما حس انها بتغير الموضوع، وبعد كده راح جراها وقال لها هو موهوب للدرجه دي؟ ردت عليه لا، ممكن تكون مهاراته مش كافيه دلوقتي، بس لان هو الشخص اللي اقدر ان انا اثق فيه دلوقتي. اتضايق غايل قوي من كلامها، وبعد كده قالت له اه برضو انا بحبك يا غايل. صدام غايل طبعا، وراحت كملت هقول لك ده كل يوم. وابتسمت له علشان غايل بيشتغل بجد معايا، اعتقد ان انا محتاجه ان انا اكافئه برضه. قال لها ايوه فهمت. فكرت هو مبقاش متضايق صح، وراحت قالت له انت كنت متفاجئ؟ قال لها لا كنت متفاجئ شويه. ضحكت ارسل وبصلها غايل وهو شايف ايديها وهي بتترعش. طبعا غايل فاهم ان هي بتعمل كل ده عشان تغير الموضوع. في نفس الوقت كانت سفينة القراصنة الخاصة بجينيت بتبحر، فلقيت سفينة عليها بحارة عاملين حفلة وعاملين يطلقوا ألعاب نارية، كانوا بيقولوا لهم اسرقونا. راح فعلا نائب القبطان لأنه كان حاسس بالملل، عايز يهجم على السفينة وهزمهم بسهولة. البحارة كانوا عمالين يطلبوا منهم إن هما ما يقتلهمش. كان باصص عليهم السير إيجان فكر يا خسارة، افتكرت إن المرض هيروح، بس إيه ده، دول انهزموا بسهولة جدا. بس على الأقل الحصاد كان كويس وخدنا فلوس كتير. وإيجان بيفكر جه واحد من المساعدين بتوعه وقال له الحق، في جوه السفينة نبيل بيقول إن هو عايز يتكلم معاك وبيقول إن هو عايزنا في شغل. قال له إيجان شغل؟ وراح أخد السيف وراح للنبيل وقال له خلينا نسمع هو عايز إيه. لما دخل السير إيجان الأوضة لقى نبيل قاعد على المكتب وحاطط رجل على رجل وجنبه حراس، وقال له هو أنتم قراصنة البحر الشرقي؟ اتضايق إيجان من غطرسة النبيل وقال له قراصنة البحار الشرقية مش مجرد فرد ولا اتنين، هيكون الأمر مش صار لو انتوا حصرتهم في مسمى واحد. وراح كمل إيجان اسمنا بسيان. قال له النبيل أيوة أيوة، قراصنة بسيان، أنا عارف إن هم الأكتر شراسة في البحار الشرقية. فكر إيجان في الواقع اسم القراصنة اتسمى على اسم الكلب اللي قام بتربيته الدوق الأول في جينيت. راح قال إيجان للنبيل ها، كنت عايز مننا إيه؟ رد النبيل عايز أعمل معاكم صفقة وهتكون رابحة جدا ليكم. قال له إيجان ماشي، قول لي الشروط والظروف بسرعة، أنا ما عنديش يعني اليوم بطوله. قال له النبيل هضطر الأول إن أنا أتكلم مع رئيسك في العمل. فكر إيجان هو أنت مجنون؟ عايز إن أنت تقابل القبطان؟ قال له النبيل كل اللي أنا عايزه منك إنك تسرق السفينة اللي أنا هقولك عليها، هدعمك بالمال والسلاح وحتى المعالجين السحرة، بس قوموا بسرقة الأسرة دي. سأله إيجان واسم العيلة دي إيه؟ رد النبيل جينيت. بصله إيجان باستنكار، وبعد كده راح إيجان للجزيرة بلغ غايل اللي قاله النبيل. سأله غايل سرقة سفينة جينيت؟ بلغه إيجان وقال له آه، قالوا إن هم هيدعمونا بكل حاجة، بس مقابل كده كل اللي إحنا علينا إن إحنا نعمله إن إحنا نسرق السفينة اللي عليها علم جينات. سأله غايل هو مين بقى اللي طلب كده؟ رد إيجان اسمه الفسكونت بار.
اكتشفت ده مجرد ما ضغطت عليهم شوية. فكر غايل، هو كان الفسكنت بار، هو مش ده عم أرسل؟ واضح إن في حاجة بتحصل، أصل مفيش طريقة إن هو يهاجم جينت كده لوحده إلا لو بقى مجنون. قال له أجيان، أتواصل مع قسم المعلومات؟ قال له اتواصل مع قسم المعلومات واتأكد لو كان حقيقي خدام الفسكونت بار. سأله جيان، طب لو كانوا خدم الفسكونت بار هعمل ايه؟ رد عليه، اعرف مين اللي بيدعمه واطلب من كل العملاء اللي وقفوا عند بيت الفسكونت بار يتحققوا من العيلة اللي بيتحالفوا معاها. قال له جيان حاضر. وهو إيجان بيكلمه سمع صوت برا الأرسل وهي بتقول إنها هتدخل للحارس. دخلت أرسل وسألته ممكن أدخل؟ بصلها غاير وراح ابتسم وفرح وقال لها أكيد. قالت له واضح إن أنا جيت وأنت مشغول. قال لها لأ، أنا مكنتش مشغول قوي يعني. وجيم باصص عليهم وهو مبسوط وحياها. سألها غايل إيه هو الموضوع المهم عشان تيجي لهنا شخصيا؟ كان ممكن نتحدث عادي في غرفة النوم. وراح قام وقال لها اتفضلي اجلسي. خرج إجيان وقعد غايل وأرسل مع بعض. قالت له أنا بس كنت عايزة أدعو ضيف للفيلا الخاصة بيا. قال لها هو في مشكلة بالنسبة لك إنك كسيدة منزل إنك تدعي ضيف؟ قالت له علشان اللي أنا عايزة أدعوه من عيلة ريال، زي اللي قلت لك قبل كده هعين كين كقائد فرسان. اتضايق غال وقال لها هو أنا لو قلتلك لأ هتوافقي؟ بصيت له أرسل وقالت له هو في سبب عشان تقول كده؟ فكر، واضح إن مش دي الإجابة اللي أنا عايزها. بالنسبة لي هيكون زي لقاء مدبرة المنزل مع قائد الفرسان، كأنه بيحميها، علاقة خاصة جدا. المفروض مفيش أي سبب وجيه عشان أرفض، بس بصراحة. راح بصيلها غايل وقام وحط إيده على إيدها. اندهشت أرسل وسألته غايل؟ قال لها في الليل عايزك تقضي الليل معايا، ممكن؟ قالت له انا كده ممكن ابص لك بنظر سيئة لو فضلت بتستدعي الناس كده بالليل. خلينا نتقابل في الصبح الباكر او حتى في الظهر، ده هيكون كويس صح؟ بص لها غايل وهو عاجز عن الكلام وقال لنفسه انا مكنش قصدي كده ارسل، هو مش دي النية اللي انا كنت قصدي عليها. وراح قال لها ماشي مفيش مشكلة. سألت له بالمناسبة هو كان التقرير اللي انا سمعته من شوية خطير؟ قال غايل لنفسه مفيش اخطر من وضعنا الحالي انا وانتي. وراح سأله وهو مبتسم انتي قلقانة عليا؟ ردت أكيد إحنا زوجين في النهاية. قام وقرب منها وقال لها في الواقع أنا عندي مخاوف كتير. لما لقيته مقرب من وشها قوي بعدت عينها. ردت عليه إيه هي المخاوف دي؟ قعد على الأريكة جنبها وقال لها دي مشكلة محدش يقدر يحلها بسهولة. طبعا هو دلوقتي بيستغل الموقف، غاية ما بيضيعش وقت خالص. قالت له يبقى لازم أعرفها. راح قرب غايل من ودنها وهمس لها خلينا نتقابل بالليل وهقولك. وراح بعد عنها وابتسم لها طبعا لو ما كانش عندك مانع. وفعلا اتقابل غال وأرسل بالليل في غرفة أرسل وهما قاعدين على السرير. قالت له ما كنتش عارفة انك هتطلب مني الطلب ده، انت كويس مع ده؟ وراح افتكر لما قال لها في المكتب عايز منك ان احنا نعمل احنا الاتنين نفس اللي عملناه في الليلة الأولى في زواجنا، من فضلك أرسل. وقال لنفسه ساعتها في أول ليلة لينا كانت مشاعري حقيقية، كانت ليلة حلوة كأننا كنا في علاقة حب. بقى كل اللي بفكر فيه من ساعتها إن عايزة أقبلك مرة تانية زي الليلة دي، حتى وأنا قائد فرسان اللي ما بخافش من أي حاجة مش هتحمل فكرة إن أنا أفقدك أبدا. ومع ذلك انت يا أرسل ما عندكيش أي فكرة عن ده. وافتكر ردها ساعتها وهي بتقوله أكيد لما كانش في مشكلة معاك أنا تمام. انتهى ساعتها وقال لها بجد؟ قالت له أيوة مفيش أي مشكلة معايا، بس أنا لازم أحضر نفسي الأول. بعد ما افتكر غايل كلامهم راح شرب كوب النبيذ بالكامل. بصيت له وقالت له غايل انت كويس؟ اعتقد ان انت بتشرب بسرعه قوي. قال لها ما تخافيش انا عكسك ما بفرطش قوي في الشرب. سالته ارسل ها بقى قولي ايه اللي انت كنت قلقان بسببه؟ ما تترددش يلا قولي. قال غايل لنفسه وهو متضايق ومحبط انا ما كانش قصدي ان انا لما اقول زي الليله الاولى ان احنا نشرب ونتكلم بس. لما لقيته ساكت قالت له بيقولوا ان القلق بيخف مجرد ما انت بتتكلم عنه. فكر ده مستحيل في حالاتنا دي. انا بس عايزك ارسل ازاي اقولك ده؟ لا ما ينفعش، انا لازم اقرب منها ببطء، هي عامله زي الارانب حساسه قوي، مجرد انها تسمع صوت خطى الصياد هتهرب على طول. خليني اكلمها في حاجه تانية. راح جاب زجاجة النبيس عشان يصب لها. وراح قال لها في شخص قدم طلب لطاقم القراصنة بتوعي. سألته وهو عايز ايه؟ رد بيقوله ان هو هيوفر لي المال والاسلحه وحتى المعالجين السحرة في مقابل ان هو يسرق سفينه جانيت. قال له كأنه يا عيني قلقان.
أكيد القراصنة بتوعي مش هيهاجموا جينت، بس المشكلة أنا خايف إن الشخص ده يضر في فرساني. بصيت له أرسل باستنكار وهي عاجزة عن الكلام. صراحة اللي هو بيعمله ده مش لايق عليه خالص. فكرت أنت حقيقي خايف من الموضوع ده؟ قال لها حقيقي أنا قلقان قوي بسبب الموضوع ده لدرجة إن أنا مش عارف أنام. لما لقيته قلقان حاولت تفكر في الموضوع بجدية وقالت له الموضوع يقلق حقيقي. أكيد هو شخص من اللي بيستهدفوا جانيت. وراحت فكرت بجدية وقالت هو احنا المفروض نعمل ايه في ده؟ بصلها غير وقال لنفسه لطيفة قوي. وراحت قربت منه بسرعة وقالت له بس دي ممكن تكون فرصة لينا. فكر في الموضوع يا غايل، لو هم أرسلوا لنا سحرة معالجين ساعتها خليهم يروحوا يتحققوا هم في آنا، وكده ما يكونش احنا اللي طلبنا السحرة. قال لها أكيد دي طريقة مناسبة لقتل عصفورين بحجر واحد. فكر غاير، الراجل ده قلبه ثقة إن هو هيرسل السحرة، وطالما إن الغرض من إرسالهم واضح فأكيد هم هيبعتوا سحرة ماهرين، ومفيش سبب إن احنا منستخدمهمش. وبعد كده أدركت أرسل وقالت له هو المفروض هيموتوا صح؟ قال لها هكون بإعادة النظر في الخطة دي، مش عايز أضيف سحرة للجزيرة. ومع ذلك الخطة دي كانت حلوة قوي. وراح أخد منها الكاس بتاع النبيذ وقال لها بس الأفضل إنك توقفي شرب لحد كده. وقرب منها وخلاها تنام على السرير وقال لها عايز أمسك المتورطين في خطة استهداف جينيت، وأظن إن قطع أطرافهم ورميهم في بحر الجزيرة هو أفضل حل، وهي دي أفضل عقوبة فكرت فيها لكل اللي عايز يأذي جينيت. وأرسل بصاله وهي على السرير وعينها بتغفل وبتقوله وراحت ابتسمت له وكملت أنا سعيدة لأن غايل ما بقاش حاسس بالقلق دلوقتي. وراحت عينها قفلت ونامت. لا غايل انتي نمتي؟ وراح قرب منها وكبر راسها وقال لها أعتقد إن ده عقابي، ده عذاب عدم اعتراف ليكي لحد دلوقتي. تصبح على خير أرسل. في الأكاديمية ومايكل في مكتب البروفيسور قال له البروفيسور تيار هو أنت لسه مش عايز تكون تلميذي؟ رفض مايكل. اداله المعلم الشهادة بتاعته، ولقى مايكل إن العلامة بتاعته بقت بي بلس بس. صدم مايكل وقال لنفسه المفروض كنت دايما بحصل على ايه بلس، انا ما عملتلوش اي حاجه غلط وما حلتش غلط، هو ليه بيعمل معايا كده؟ هو ده بس مجرد انتقام علشان رفضت طلبه؟ وراح قال له مايكل خلاص انا ماشي بما اني عرفت النتيجه. قال له البروفيسور بسرعه انا اتصلت بيك عشان حاجه مختلفه، عايز تروح في رحله ميدانيه. فكر مايكل انا لو رحت في رحله ميدانيه كده هنجح في كل المواد العمليه، كده مفيش اي حاجه اعاني منها من الانتقام من بروفيسور تيار. بس ايه ده، هو هيقدمها لي بالسهوله دي؟ هو ما عندوش اي خطه تانية صح؟ قال له البروفيسور انا سمعت ان الطالب مايكل جه من شرق القاره ودوكية جينيت هي اللي بتدور على ساحر. صدم مايكل راح بصله بنظرة شريرة وقال له ماشي انا هروح. خد مايكل السفينة الخاصة بجينيت عشان يروح دوكية جينيت. وفي السفينة سمع بحارة وهما بيتكلموا، حط جزء من سحره على شكل فراشة عشان يسمعهم. قالوا هو ليه هنا على متن السفينة؟ هو مش الساحر ده اللي هما استدعوه؟ هما قالوا لنا ان احنا نعمل الساحر ده قطيف بحر، بس هو مش الشخص ده الاخ الاصغر لسيدة السفينة؟ استغرب مايكل وقال لنفسه هما بيقولوا لأختي سيدات السفينة؟ وراح اتبسط وقال واضح ان ده أربكهم. مش بس هما، أكيد دوك جينيت برضو، ممكن ما توقعش حتى ان انا اجي. انا متأكد ان اختي لما هتعرف هتكون سعيدة جدا. وفجأة راح ظهر موجة عالية جدا والبحر هايج، افتكروه وحش. لاحظ مايكل موجة سحرية كبيرة من المانا. قال لهم ايه المنطقة دي؟ ايه اللي هناك ده؟ قالوا البحارة دي آنا، دي المنطقة اللي انت المفروض تتحقق فيها. وهما بيتكلموا لقوا موج البحر جامد جدا. قالوا البحارة في تسونامي جاي. اندهش مايكل من اللي شايفه. بعد كده استخدم السحر بتاعه وطار بالسفينة فوق موجة التسونامي، وراح بالسفينة لقصر جانيت. سياتا أخدته من مكتب غايل. بعد ما غايل خرج من غرفة أرسل وهو رايح لمكتبه لقى الخادمة واقفة مع واحد مستنيينه عند الباب. سألها هو في حاجة حصلت؟ ارتبكت وقبل ما تتكلم لقى اللي جنبها بيقوله ما شفتكش من وقت طويل دوك جانيت. طلع مايكل. أول ما شافه غايل اتصدم، فكر هو ايه اللي جابه هنا ده؟ وراح قال له غايل انت ليه جيت هنا؟ رد عليه مايكل سمعت ان انت بتدور على ساحر عشان يتحقق في منطقة بحرية. اه آسف، لأ مش منطقة بحرية. وراح قرب منه وقال له ولا اسمها آنا؟ قال له غايل أنا مش عارف انت ازاي اكتشفت أمر آنا، بس احنا مش محتاجينك، أنا مش عايزك تدفن في البحر، ارجع للمكان اللي انت جيت منه. قال له مايكل أنا سمعت من الأستاذ
إنك بتدور على ساحر عشان تتحقق في آنا. واضح إن الأمر كأن فيه شيء خطير، أنت متأكد إن الأمور عندك تحت السيطرة؟ قال له غايل: أنت إزاي تقدر تفضل قاعد في القصر؟ أنت حتى ما قدرتش إنك تحضر حفل زفاف أختك كويس. نرفز مايكل من استفزاز غايل ورد عليه: عشان كده عايز أفضل هنا، لما اتخرج كده كده هتطلق أختي. قرب منه غايل وقال له بحدة: أعتقد إن أنا قلتلك إن ما عنديش أي نية للطلاق. رد مايكل: لو ما كنتش عايز تموت اعمل كده، أنا مش عايز أختي تبقى أرملة بدل ما تكون مطلقة. عموما حتى لما انت تموت هي مش هتعيط بصوت عالي عليك يعني. ده غير انت عارف قد ايه اختي عايزة تشوفني، لو انت بتحبها حقيقي لازم تفكر تخليها سعيدة. سكت غايل واستسلم وقال لنفسه: اه، انا عايزة افكر راسه. صحيت ارسل تاني يوم وقالت لها سياتا ان في تسونامي حصل، وانه لحسن الحظ الضرر كان قليل بسبب حاجز الامواج. فرحت ارسل لان الحادثة زي ما هي توقعت حصلت، بس كانت قلقانة من رد فعل غايل انها عرفت عن الظاهرة الطبيعية تسونامي. جت أرسل تخرج من الأوضة وهي بتفتح الباب لقت مايكل قدامها. فرحت قوي أرسل وراحت معاه المكتب غايل، وهناك عرفت إن مايكل جه عشان يكون كساحر يحقق في منطقة آنا. أول ما سمعت أرسل اتفاجئت، راحت بصت لغايل وفكرت: هو مش قال إن هو عايز ساحر ويستخدمه بعد كده كضيف بحر؟ يعني هيتم قتله؟ لاحظ غايل نظرتها وقال لها: الخطة انتهت. وراح مسك مايكل من هدومه جامد وقال لها: ازاي يا زوجتي تفتكر ان ممكن اودي اخوك الصغير الجميل ده كطفل البحر؟ اتنرفز مايكل من طريقته وشدت هدومه، رغم ان هو مش فاهم اساسا يعني ايه ضيف بحر. وراح قال لها مايكل: ايوه انا هتعاون معاه عشانك انتي بس يا اختي. وراحت سألته ارسل: غايل، هو مقبول ان مايكل يعرف امر جانيت؟ رد عليها: هو في اي طريقة تانية؟ انا بس عايزه يخلي الامر سر بينا. افتكر مايكل لما غايل كلمه اول ما جه وقال له: اقامتك في البيت في القصر ده ليه شروط، ما تكشفش عن اي حاجة في جانيت للعالم الخارجي. ساعتها رد عليه مايكل: وانا ليه اعمل كده؟ ضحك له غايل وقال له: لما كنتش عايز ارسل تشوف جثة اخوها. لما افتكر مايكل اللي حصل بصله وقال لنفسه: انت فاكر ان انا هكون مطيع ليك؟ بصت ارسل لمايكل وقالت له: مايكل. وراحت مسكت ايده وكملت: من فضلك احتفظ بكل سر تعرفه عن جينات، ممكن؟ غير مايكل طريقة فكره في ثانية وهز راسه وقال لها: اكيد اختي. ضحك غايل وقال: انا مبسوط ان انت قطعت وعد. وشكرته ارسل. لاحظ مايكل اللي عمله وقال: هو ايه ده؟ ايه نوع السر اللي بيخلي اختي تعمل كده؟ بص غايل على ارسل وقال لها: شفتي، كان في تسونامي كبير، بس الخبر الكويس ان المنطقة بامان بسبب حاجز الامواج. ردت ارسل: بجد؟ حاجة كويسة. قال لها: بس اللي انا حقيقة عنده فضول بسببه، ازاي عرفتي عن التسونامي؟ وفكر: انا عارف انها مش هترد عليا، هتفضلي قد ايه سايبة الموضوع جواكي ومش عايز تقوليلي سرك؟ وزي ما اتوقع سكتت ارسل ومردتش. كمل غايل: انا زي ما انتي قلتي اشتريت غابة تنتا باسم ريال، وزي ما وعدتك جينيت هي اللي هتقوم بدفع تكاليف الصيانة. استغرب مايكل وقال: غابة تنتا؟ دي مش غابة سامة؟ قالت له ارسل: ايوه انا اشتريتها، اعتقد انه هيكون كويس ان انت تدرس هناك. اتبسط مايكل وقال لها: انا واختي بس؟ قطع غايل وقال لها: بالمناسبة انا جبت برضو الشخص اللي انتي كنتي عايزاه، اللي هيبقى قائد الفرسان ريال. اندهشت ارسل وقالت: كين؟ راحت قامت بسرعة: لا، انا ما ينفعش اقابله بملابسي دي، هغير هدومي وارجع بسرعة. خرجت ارسل من المكتب وراحت غرفتها. قال مايكل لغايل: انت مش هتخرج؟ رد عليه غايل: وانا ليه امشي؟ الفيلا دي بتاعتي. قال له مايكل: بس ده شغل ريال. ضحك غايل ورد عليه: شؤون ريال هي شؤون جانيت. اتعصب مايكل ورد بصوت عالي: الامر هينتهي بمجرد ما اتخرج. وهما بيتخانقوا دخلت ارسل المكتب وهي مغيرة هدومها ولابسة فستان مختلف. اول ما دخلت بصلها غايل ومايكل باندهاش ان شكلها كان جميل. استغربت ارسل من ردة فعلهم وقالت لهم وهي مبسوطة: يلا ادخل. وقدمت لهم كين، ده كين فارس ريال. اول ما دخل كين المكتب قال باندهاش: سمو الدوق. وراح هيا كين: انا كين فارس ريال. فكر غايل: ايه ده؟ واضح ان هو مش بينحني لاي شخص مش من ريال، ده مميز حقيقي زي ما سمعت عنه، بس برضه عايز اتحقق من مهاراته. وبعد كده راح قام وقال لهم: هسيبكم تتكلموا براحتكم، عندي عمل اعتني بيه. اتبسط مايكل وقال له: بجد؟ ما تقلقش، تقدر تمشي وانت مطمئن. بصله غايل وهو متعصب وبعد كده خرج من المكتب.
لما خرج من المكتب قابل سياتا وقال لها اعرفي أكتر عن غابة تنتا، ولو كان ليها أي قيمة تانية غير إنها مجرد غابة سامة. وعرفي خط سير الأعمال التجاري لعيلة ريال وكل المنتجات اللي بيوزعوها بشكل أساسي والحاجات اللي بيصدروها. عايز فحص شامل عن عيلة ريال. في الوقت ده في المكتب قالت أرسل لكين إن هو يبقى قائد الفرسان. قال لها ازاي أقدر أشتغل في المنصب المهم ده؟ ردت عليه أكيد مش بقولك إن أنت تنظم وتقود الفرسان دلوقتي، أنا بس بقولك عشان تستعد مسبقا عشان تبقى قادر تقود فرسان ريال لما أرجع. وما تقلقش على الجانب المالي، عايزاك بس توظف فرسان موهوبين. أنا عارفة إن في بعض الأشخاص اللي عندهم نفس التفكير بتاعك في الأكاديمية اللي أنت جيت منها، وبالذات شخص اسمه داني. استغرب كين وقال لنفسه هي ازاي تعرفه؟ هي دورت عني كويس؟ ورد عليها في أوقات هو بيتصرف فيها بشكل مش كويس، عشان كده أنا حاسس جدا من إن أنا أجيبه لحضرتك. قالت له لأ، جيبه، إحنا محتاجينه، أو بمعنى أصح إحنا محتاجين نقابة المعلومات اللي بتديرها عيلته. عيلة داني هتكون ليها رغبة في إنها تنضم لنا بسبب تدهور وضع أسرتهم، لأن ما كانش فيه مال كافي ليهم. بصلها مايكل ومستغرب يقول لنفسه جينيت هي اللي سيطرت على البحر الشرقي، وكان السبب ورا ده إن عندهم ميزة تحصيل المعلومات. رد كين بس يا سيدتي الأكاديمية اللي أنا اتخرجت منها بتقع في الداخل، ما نعرفش حاجة عن البحار الشرقية القريبة من عيلة ريال. قالت له مش مشكلة، أنا كده كده مش هستخدم بعد كده البحر المؤدي للريال. أنا عايزة أشخاص يقدروا يحموا ريال في الداخل، أشخاص يقدروا يتحركوا بنفس الإرادة ويعيدوا بناء ريال على نحو سلس. اتفقوا مع بعض، وقبل ما يغادر كين قالت له أتمنى إن أنت تقدر تجيب ناس زيك عندهم نفس ولائك. انحنى لها كين وقبل إيدها وقال لها هبذل قصارى جهدي لإطاعة أوامر سموك. مشي كين وخرج وراه مايكل وعمل من سحره عصفورة وقعدت على كتف كين. فكر مايكل نقابة المعلومات دي هيعتمد ازاي نستخدمها. ممكن نستخدمها للخير أو نستخدمها للشر، ونقدر نخليها تتحرك في السر زي ما احنا عايزين. هتكون مفيدة جدا لينا. في نفس الوقت راحت سيادة الغاية في مكتبه وقالت له اكتشفنا الشخص اللي كان على اتصال بفسكونت بار. الفسكونت بار في حفل الزفاف شافوا عدد مش قليل من الناس وهو بيتكلم مع الدكتور هاس، ومن ساعتها كانوا بيعملوا محادثات مع بعض ورا الكواليس. وفي دليل بيدين في سكونت بار ان هو راح فيلا الدكتور هاس كتير. قال لها غاية أنهي حفلة زفاف؟ ردت سيادة حفلة زفاف القبطان وسيدة السفينة. قال غاية لنفسه دكتور هاس عمل مجهود كبير عشان يتغلب علينا، هو بيحاول يتفوق على جينيت عن طريق انه يتحالف مع القراصنة. لما كان والدي على قيد الحياة ما تخطاش حدوده للحد ده. قال لها عموما هو مش هيلاقي غير القاع في النهاية، وزي ما اتفقنا قراصنة باسيان توافق على الاقتراح. قالت له أيوة. قال لها تمام، لو الدكتور هاس عمل أي حركة مش عادية قوليلي على طول. وقال لنفسه في حاجة لازم منساهاش أبدا، إن الفسكونتبار هو عم أرسل. وقال لسيادة اعرفي ايه الصفقة اللي بينهم. ركب غايل ومايكل وأرسل السفينة علشان يروحوا من البر الرئيسي للجزيرة، لأنهم بعد الزفاف فضلوا قاعدين في فيلا جانيت اللي موجودة في البر الرئيسي. قال مايكل لأرسل انتي قلتي إن احنا هنمشي وهنروح جزيرة جانيت صح؟ أنا افتكرت إن القصر هيكون صغير، بس ما تخيلتش أبدا إنها هتكون مجرد فيلا مش قصر، وإن كمان في جزيرة منفصلة جانيت. قال له غايل احنا لو كنا كبرناها عن كده كان هيلفت الانتباه من غير داعي. بدا مايكل وشه الناحية التانية وقال له عموما انا فرحان ان انت مش بتعيش تعيس في بؤس. وبعد كده جه سير اجيان وقال بصوت عالي كابتن سيدة السفينة هننطلق دلوقتي. بصله مايكل باندهاش وقال ايه ده؟ لما لقت ارسل مايكل مندهش قالت نفسها اكيد مايكل مصدوم، طول عمره عايش في ريال وبعد كده راح الأكاديمية، عشان كده ما شافش غير النبلاء. أكيد دي المرة الأولى اللي يشوف فيها فرسان مش رسميين وشكلهم قراصنة أكتر منهم فرسان. طبعا مايكل لسه ما يعرفش إن جينيت بتشتغل في القرصنة. قرب غاية من أرسل وقال لها انتي بتكوني مستمتعة في كل مرة بنشوف فيها البحر صح؟ قالت له أيوة، إلا طبعا لو كان الطقس عاصف جدا. بصلها مايكل وقال لها أختي هو انتي مش كنتي في الأساس بتكرهي البحر وبتخافي منه؟ بصيت أرسل لغاية وقالت له كنت قبل كده كده، أما دلوقتي لأ بقيت أحب البحر قوي. نرفز مايكل من غير وقال له انت جبتها هنا قد ايه؟ قالت أرسل مايكل انت بتحب ركوب القوارب صح؟ دلوقتي نقدر نركب مع بعض زي ما احنا عايزين. لان مايكل وقال لها أيوة، بس غايل عليهم هما الاتنين ومش لاقي كلام يقوله،
قال لنفسه على الأقل بيتعامل معاها باللطف ده. وراحت قالت أرسل لغايل: غايل، أرجوك اعتني بمايكل. ابتسم لها وقال لها: أكيد. بعد ما وصل الجزيرة طلب مايكل من سياتا إنها توديه لأعلى مكان على الجزيرة. راح مع سياتا لأعلى برج ووريته في اتجاه جزيرة آنا. بس مايكل لقى الاتجاه بتاع جزيرة آنا محاط بهالة سودة كبيرة جدا. استخدم سحر وعمل مجموعة فراشات، وراحت الفراشات دي للجزيرة. بعد ما خلص كان غايل في مكتبه، دخل عليه جامد من غير حتى ما يخبط وفتح الباب برجليه. بصله غايل باستنكار وقال: واضح إن أكاديمية تميلة مش مهتمية بتدريس الآداب. رد مايكل: أنا جيت فجأة، بس واضح إنك حتى مش متفاجئ. اتنهد غايل وقال له: أنت الوحيد اللي في القلعة اللي ممكن يتصرف بالشكل ده. قال له مايكل: واختي؟ رد غايل: هو أنت عايزها تبقى زيك؟ دي بتصدر صوت ناعم جدا زي المشي على بطانية ناعمة. أنت كنت جاي ليه؟ قال له مايكل: أنا هنا عشان نتكلم عن آنا وبرضه عن تسونامي. اندهش غايل وبعد كده قال له: أنا ما أعتقدش إن أنا قلت لك إنك تحقق في كارثة تسونامي. قال له مايكل: أنا بتكلم عن تسونامي اللي حصلت في اليوم اللي أنا جيت فيه. أنا شفتها جاية من جهة آنا. استغرب غايل وفكر: جاية من آنا؟ بعد ما اتبنى حاجز الأمواج زي ما قالت بالظبط أرسل، المفروض جينت تبعت موظفين عشان تشتري غابة تانية. بس ازاي عرفت أرسل اللي هيحصل؟ ازاي؟ كمل مايكل: أنا معرفش بالظبط السبب، بس أكيد انت فاهم اللي حصل ده ما كانش تسونامي عادي. كان في تدفق في القوى السحرية بتنتشر مع تسونامي. أعتقد أنا المفروض أقرب أكتر عشان أشوف تفاصيل أكتر. قال له غاية بسخرية: قصدك إن أنت عايزني أبعتك لأنا مخبأ الوحوش؟ معظم وحوش البحر الشرقي بتيجي من هناك. سأله مايكل: بس هو مش الوحوش دي عددها زايد في الفترة الأخيرة؟ استغرب غايل وقال له: هو في علاقة بين الوحوش والقوى السحرية؟ رد عليه مايكل: أيوة، الوحوش بتنجذب بشكل غريزي للأماكن اللي فيها قوة سحرية كبيرة، وفي حالة أنا لازم أروح هناك عشان أعرف إيه القوة بالظبط اللي موجودة هناك. أنت متأكد إن أنا مقدرش أروح؟ أنت ممكن تيجي معايا، كل اللي عليك إن أنت تعمله إنك تهزم الوحوش عقبال ما أشوف إيه اللي بيحصل، أو ممكن أخلي أنا السفينة تطير والأمر ينتهي. قال له غايل وهو متعصب: أنت لو عايز إنك تموت بالطريقة دي هسيبك زي ما أنت عايز وهبقى مبسوط كمان. استفز مايكل وقال له: هو معقولة يبقى رئيس الجزيرة يسيب الغرباء يروحوا المكان خطر زي ده عشان يتخلص منهم؟ وراح قال له غايل بعصبية: اتأكد بس ان انت تكون هناك. وراح سكت ولاحظ حاجة، وبعد كده غير طريقة كلامه واتكلم بلطف شديد وطيبة وقال له: هو انت متأكد ان انت حقيقي عايز تروح؟ انا خايف جدا عشان اخو زوجتي الجميل. بصله مايكل وهو مصدوم وجسمه مقشعر، وقال لنفسه: هو الراجل ده بقى مجنون ولا ايه؟ بعد كده لاحظ حاجة، بص وراه لقى أرسل. صدم مايكل وسكت. قال له غايل وهو مبسوط: انت كنت بتقول ايه بقى يا مايكل؟ رد مايكل: بقول ان ما ينفعش تسيب اخو زوجتك اللي بتحبه ويروح لوحده. قالت لهم أرسل: انتوا رايحين فين؟ هو انا اقدر اجي معاكم؟ قال هما الاتنين بسرعة وبصوت عالي: لا، ده مستحيل. اندهشت أرسل من ردة فعلهم المفاجئ، وقعدوا هما التلاتة يتكلموا. قالوا لها ان هما هيروحوا جزيرة آنا. قال لها مايكل: مش هنعرف اي حاجة عن آنا الا لو رحنا هناك بنفسنا. انا سمعت برضو ان في وحوش كتيرة موجودة هناك في الفترة اللي فاتت، واعتقد ان ده بسبب القوة السحرية الموجودة في آنا. لو كان في اي مكان تاني كنت سبته، بس ده المكان اللي انتي بتعيشي فيه، وبرضه المكان اللي هيكون فيه زوج اختي. قال له غايل: انا سعيد انك بتهتم بالامر ده. اتنهدت ارسل وقالت: لو كنت عايز تروح تحقق عن قرب عايز اروح معاك، بس وقالت نفسها مايكل ساحر موهوب، وغايل هو شخص معتاد على التعامل مع الوحوش، بس انا مش كده. في الحالة دي لازم افضل هنا واعمل اللي اقدر عليه. وكملت: لو كنتوا انتوا الاتنين هتروحوا مع بعض لازم برضو ارسل سفينة لجميع الجزر عشان اعرف مدى انتشار الوحوش في البحر المحيط. قال لها غايل: على الرغم ان قوات جينيت من صغيرة، بس لو انتي بعتيهم لأنا برضو، حتى لو انتي بعتي نصهم بس للخارج، ممكن ينهار نظام الدفاع الموجود في القلعة. قالت له: عشان كده مخططة ان انا احرك الفرسان من غير ما ابالغ في الموضوع. قال لها غايل: على الرغم ان انا بحترم رغبات ارسل، بس لازم ادي الاولوية الاولى للسلامة. قالت له: ايوه، انا مش هسيب الفرسان يتأذوا. مسك ايدها وقال لها: زي ما انا قلتلك، دي مش ارضك، عشان كده مش لازم تخاطري بحياتك عشان تحميها. اتعصب مايكل وضرب ايده على الترابيزه جامد وقال له: اختي عارفه كده، عشان كده مش محتاج ان انت تقول لها. ضحكت ارسل وقالت لهم: انا هبعت بس الفرسان لحدود القلعه، عشان كده اتمنى ان انتوا تروحوا رحله سعيده وبامان. راح غير ومايكل عشان يركبوا السفينه، وودعتهم ارسل في المينا.
وقالت لهم أنا هجمع المعلومات لحد ما ترجعوا. لا غال ما تبالغيش في الموضوع وما تقلقيش. بصيت حواليها لقيت كل البحارة بيراقبوها وراحت فكرت أعتقد إن أنا لازم أقول شيء لطيف. راحت قالت له أنا مش هقدر أنام لحد ما ترجع، هكون قلقانة قوي عشان كده لازم ترجع بسرعة. سمع غال ووشه احمر ومايكل بصيت له باستنكار وركب الاتنين السفينة ومشيوا. ورجعت أرسل للقصر. عدى أيام بعد رحيل غايل ومايكل، وفي نفس الوقت ده وافق قراصنة باسيان رسميا على عقد الصفقة مع الفسكونت بار. أخد فسكونت بار سفينة من ميناء قريب وأرسل السحرة للبحر الشرقي عشان يتعاونوا مع باسيان ويدمروا سفن جينيت. وأرسل قاعدة في مكتبها جات ليه الخادمة بتاعتها اللي هي في نفس الوقت واحدة من فرسان جينيت، بتجري عليها وبتقول لها سيدتي البحر في حالة فوضى. اتفاجئت أرسل وراحت معاها على المينا، لقيت السفن متبهدلة وتعرضت لهجوم. قالت لها ليلي كان في وحوش كتير قوي أكتر من اللي احنا كنا متوقعينه، هجمت مجموعتين من الوحوش السفن بتاعتنا. قالت لها سياتا ليلي أنا قلتلكم إنكم ما تتعاملوش مع الوحوش. سألتها أرسل وفي حد اتصاب؟ جالها فارس ودراعه متأذية وراح قال لها أنا عندي شيء عاجل عشان أخبرك بيه دلوقتي. مسكت إيده وقالت له بعصبية خلينا نتكلم في ده بعدين، اتلقى الأول الإسعافات الأولية. والفارس بيتعالج جرحه. قالت له أرسل أنا سمعت إن في وحوش كتير كانت في البحر، كانت وحوش بعيدة قد إيه؟ قال لها لو إحنا بس غادرنا أراضي الجزيرة ولو مسافة قليلة هنلاقي الوحوش على طول. قالت له أنت قصدك إن الوحوش قريبة قوي كده من الجزيرة؟ قال لها لو تركنا الأمر أكتر من كده ممكن يهجموا علينا. قالت له بس الوحوش المفروض إنها ما توقفش على الأرض، بتعيش بس في المية، إزاي ممكن إنها تدخل الجزيرة؟ قال لها ده اللي إحنا كنا فاكرينه في البداية بس واضح إن في حاجات اتطورت، إحنا ظهر لنا وحش على هيئة بشرية. صدمت أرسل وقالت له إيه؟ معقولة؟ وقالت نفسها كده الأمور بقت مختلفة تماما عن السابق، ده معناه إن الوحوش بتقرب أكتر من الجزيرة وبتتجه لها بسرعة كمان. وخرج الفارس من جيبه حجر وقال لها بالإضافة لده كان الوحش البشري بيحمل عصا باين كأنها منحوتة من الحجر بس هي حادة جدا، وكان النصل مكسور في السفينة عشان كده جبتها معايا. خدتها منه أرسل وقالت إيه ده؟ هما حتى بقى يصنعوا الأسلحة بنفسهم؟ ده معناه إن الوحوش بقت ذكية. قالت أرسل إحنا ما عندناش قوات كفاية وحصار الوحوش بيزيد علينا، بالإضافة لده الوحوش كمان بتقدر إنها تستخدم السحر، هنعمل إيه؟ هيبقى صعب يتعامل معهم القراصنة اللي بيشتغلوا بالسلاح بس مش بالسحر. بعد كده افتكرت حاجة وقالت ثانية واحدة، لو كان مجرد استخدام السحر ففي قوات الفسكونت بار اللي فيها سحرة. قالت لسياتا كم عدد القوات اللي احنا ممكن ننشرها دلوقتي؟ قالت لها سياتا انت قصدك على الفرسان؟ قالت لها لا القوات اللي ممكن تتحرك زي القراصنة، جيب الكل احنا هنعيد تنظيم الأسطول القراصنة بتاعنا مرة تانية. جت السفن عند المينا ما عدا السفينة اللي بتحمل الصحراء كانت هتوصل بعد شوية. جت لهم أرسل وهي لابسة لبس القراصنة وقالت لهم ايه رأيكم؟ شكلي شبه القراصنة؟ اندهش كل الطاقم. قالت لهم يلا بينا نتفق على الخطة قبل ما يوصل الصحراء. الأول هنعيد تنظيم الأسطول بالكامل، هنطلق مرة ونص عدد السفن اللي احنا أطلقناها لحد دلوقتي. قال واحد من الطاقم بس ده هيؤدي إن احنا نقلل عدد الأشخاص الموجودة في كل سفينة، ده ممكن يخلينا نتعرض للهجوم بسبب انقسامنا. قالت له أيوة بس ده هيكون مختلف لو كان معانا سلاح صح، بس كل الأسلحة أو معظمها موجودة بالفعل على متن السفن اللي راحت لجزيرة آنا، والسلاح اللي بقول عليه أنا دلوقتي هم السحرة اللي بعتتهم العائلات النبيلة. صدموا لأنهم ما كانوش متوقعين الحل ده وقالوا لها قصدك السحرة دول؟ قالت لهم أيوة المفروض هيتم قريب إرسال السحرة من قبل عائلات النبيلة، ده غير إنه بسبب إن هم هيهاجموا سفن جينيت فأكيد مهاراتهم مش قليلة. وحوش البحر الشرقي بتستخدم السحر برضه وكل ما عدد الوحوش دي بيزيد ده بيخلي صعب إن احنا نتعامل معاهم بالأسلحة العادية، عشان كده هنحط السحرة على كل سفينة وهنخليهم هم اللي يتعاملوا مع الوحوش دي. سألها واحد من البحارة بس هم هيتعاونوا معانا؟ من المحتمل إن السحرة اللي جايين من المناطق الداخلية ما شافوش قبل كده وحوش، لو كان ساحر بدون خبرة عملية ممكن يكون حمل، فكده الأمر هيكون عديم الفايدة. قالت له أيوة عشان كده. وراحت ضحكت لهم أنا عايزة أمنح السحرة الشجاعة. اتصدمت سياتا وبقية البحارة من تعبيرها. كملت من دلوقتي السحرة كلهم هيقابلوا الوحوش للمرة الأولى، هنعاملهم كأنهم قراصنة مبتدئين، فبدل ما هنخليهم كلهم في سفينة واحدة لأ هنخلي كل 2 سحرة موجودين في سفينة، وهنحط الحد الأدنى من الأشخاص عندنا على كل سفينة بس عشان لو اتمردوا السحرة دول. أول ما هيشوفوا الوحوش بتقرب منهم وإن كده ممكن تكون حياتهم في خطر ومع شوية هزهزة للسفينة هيحسوا بالخوف، وانتوا كمان لازم يكون عليكم عامل هتبينوا ان انتوا خايفين وقعدوا تصرخوا انكم مش قادرين تحاربوا الوحوش. عايزاهم يفتكروا ان الطريقة الوحيدة علشان يفضلوا على قيد الحياة على السفينة دي هي انهم يستخدموا السحر. في نفس الوقت على السفينة اللي راكبها غايل ومايكل اللي رايحة أنا كان قائد القراصنة واقف جنب غايل. بعد كده جت حاجة ناحيتهم وراح اعترضها بالسيف، بص لقى ورقة طايرة
بص غايل على آخر السفينة وكان واقف مايكل. قال له دي من مايكل. رد عليه بجد؟ اه. وفكر هو ضروري حقيقي ان انتوا الاتنين تتواصلوا مع بعض كده وانتوا الاتنين واقفين على نفس السفينة؟ وده لغاية الورقة. قال مايكل لغاية في الورقة إن الضباب اللي حوالين السفينة ده مصنوع من قوة سحرية، وكل ما نقرب من جزيرة آنا بيبقى أكتر كثافة. ادى غاية الورقة لقائد السفينة وقال له قول لمايكل إن هو يشيل الضباب من جنبنا. قال له حاضر وراح لمايكل. وبعد كده جاله وقال له السيد مايكل بيقول لك إن إحنا لو عملنا موجة سحرية في المكان ده دي مش فكرة كويسة، لأن هو مش عارف التغيرات اللي هتحصل ساعتها. قال له قول له هو إحنا هنفضل بنبحر كده من غير ما نشوف ولا نعرف الطريق؟ راح لمايكل ورجع له تاني وقال له بيقول لك هو احنا هنتعرض لموجة تسونامي عشان ما شفناش الطريق. جه غايد بيقول له حاجة علشان يوصلها لمايكل. قال له ما ينفعش انتوا الاتنين تتكلموا مع بعض وخلاص، احنا محتاجين ناخد تدابير مضادة بأسرع وقت. قال له غايد بتهديد انا هكون اكتر لطف معاك، على الرغم من ده مش في مصلحتكم لان السفينة كده هتتدمر. خاف البحارة وكمل غايد عشان كده روح قول له ان هو يستخدم اي طريقة آمنة عشان يتخلص من الضباب. قال له البحارة حاضر. رجع تاني وقال له ان مايكل بيقول ان هو هيطير بنفسه عشان يتحقق من اللي بيحصل. استخدم مايكل السحر وطال لارتفاع عالي وساب جزء من سحره على السفينة علشان ما يتوهش في الضباب. في البداية كان شايف إعصار كبير قوي حوالين جزيرة آنا، بس كل ما كان بيقرب أكتر كل ما يلاقي إن في أمر غريب. وأول ما بقى على بعد واضح بيوضح رؤية الجزيرة أكتر، اكتشف إن دي مش جزيرة، دي مجموعة وحوش ملفوفة على بعض وعاملة شكل الجزيرة. في نفس الوقت نفذ البحارة وقراصنة خطة أرسل، قسموا نفسهم على السفن وحطوا في كل سفينة 2 سحرة وعدد قليل جدا من القراصنة والبحارة على السفينة، وزودوا عدد السفن جدا وقادوا السفن في الاتجاه اللي بيجي منه الوحوش كتير من غير ما يعرف السحرة، على أساس إنهم رايحين يهجموا على جانيت. في واحدة من السفن دي كان في السير إجيان، افتكر لما اديته أرسل خريطة وقالت له إنها عايزاه يوجه السفينة في الاتجاه اللي بيظهر فيه الوحوش، وأول ما يلاقي إنه بقى صعب التعامل مع الوحوش يتجنبها. ورجع فكر إجيان كان دايما في وحوش موجودة في البحر وكان سهل التغلب عليهم نسبيا، بس الأمر تفاقم بشكل كبير السنة دي. ايه اللي اتغير فجأة كده؟ معقولة بمناسبة زواج القبطان وسيدة السفينة جم عشان يهنئوهم؟ في الوقت ده قرب منه بحار تاني عشان بدأت الوحوش تظهر لهم. قال لهم إجيان إن الكل يستعد عشان هنتحرك. ظهرت سحب وبدأ البرق يظهر والسفينة تهتز جامد. خرج السحرة من جوه السفينة وقالوا لهم ايه ده؟ هو في ايه؟ السفينة بتهتز جامد قوي كده ليه؟ كده السفينة هتتقلب. بصله إجيان وراح مسكه من هدومه جامد، بس كان تعبيره مختلف تماما على وشه وكان بيقول له كأنه خايف لو الموضوع فضل كده السفينة هتتقلب كلها، عشان كده أرجوكم انقذونا، في وحوش غريبة جاية ناحيتنا، اعملوا أي حاجة، الوحوش بتستخدم سحر البرق. اندهش السحرة وقالوا له ايه؟ وبصوا الوحوش لقوا الوحوش كبيرة قوي. قالوا ايه ده؟ ازاي في وحوش بالحجم ده؟ وراح ظهر لهم بحار تاني من ورا وجاب سكينة مصدية وصغيرة وفي عينه دموع بيقول لهم هو احنا معقولة هنحاربهم بالحاجات دي؟ دي الحاجات الوحيدة اللي معانا. اتصدم السحرة وراحوا قالوا لبعض خلينا على الأقل نستخدم سحر البرق، وإنهم بيعيشوا في المية ممكن يقضي ده عليهم. بصلهم البحارة في السفينة وفكروا كلهم هما دول حمقى للدرجة دي؟ هما فاكرين إن الكهرباء هتأثر على الوحوش اللي بتستخدم أساسا سحر البرق وهتموت من الكهرباء؟ حاولوا يهجموا عليهم بس برضه الوحوش ما ماتتش، بس هما افتكروا إن كده الوحوش بتتأثر. عدى وقت وبرضه الوحوش ما ماتتش. زهق السير إجيان لأن هما ما كانوش بينشنوا في مكان نقطة ضعف الوحش، والساحر بيستخدم السحر راح زقوا السير إجيان فجه البرق في نقطة ضعف الوحش ومات. اندهش السحرة وقالوا ايه ده؟ معقولة؟ واضح ان الحفرة دي نقطة ضعفهم. بصلهم السير إجيان ومش لاقي كلام يقوله وقال لنفسه هو بالنسبة لهم حقيقي صعب ان هما يلاحظوا ان الفتحة دي هي عينه، بس عموما واضح ان الطريقة دي افضل من اللي انا كنت معتقده. استخدام السحرة طلع مفيد جدا. بعد ما خلصت المهمة وقضوا على جزء من الوحوش جه الوقت اللي هيرجع فيه غايل ومايكل للجزيرة تاني. اتجهزت أرسل عشان تقابلهم. قالت أرسل لليلي إنها تكون بأداة حمام دافئ عشان لما يرجعوا وعبال ما هما يرجعوا يكونوا برضو عملوا كعك ومشروبات، وإنها تحضر نوعين كعك عشان تاخدهم معاها، واحد بشوكولاتة والتاني من غير سكر. استغربت ليلي وقالت لها نوعين؟ ضحكت أرسل وقالت لها أيوة، هما الاتنين ليهم أذواق مختلفة، يلا بينا عشان نروح نلتقي بيهم. نزل غايل ومايكل من السفينة وكان هما الاتنين مبتلين على الآخر. جفف مايكل نفسه بالسحر ورجع لرونقه مرة تانية. بصله غايل وهو مش لاقي كلام يقوله. وبعد كده سمعوا صوت أرسل وهي جاية لهم. أول ما جت شافت غايل وهو مليان مية وعلى وجهه نظرة يا عيني مسكين. قربت منه قالت نسياتا اديني منشفة، وراحت حطت المنشفة على راسه عشان يجفف شعره، وجففت شعره وقالت له مرحبا بعودتك، انت متأذتش صح؟ قال لها ايوه، احنا ما كناش قريبين قوي من هنا.
شكرا على المنشفة. بص عليه مايكل وبص تاني على هدومه، طبعا ندم ان هو استخدم السحر وجفف هدومه. وراحت ارسل لمايكل وقالت له مايكل، انت ما بلغتش في الامر صح؟ قال لها لا مطلقا. قربت منه وحطت ايدها على وشه وقالت له انت عملت مجهود كبير، انا خليتهم يعدوا الماء الدافئ للاستحمام، عشان كده خلينا نرجع بسرعة، وبرضه عملت لك الكعك اللي انت بتحبه. افتكر مايكل ذكريات طفولته لما كانت بتديله حلويات، وقال لنفسه هي لسه فاكرة اللي انا بحبه لما كنت صغير، بس انا دلوقتي بقيتش احب الحاجات الحلوة. بس حط ايده على ايدها وقال لها شكرا يا اختي. رجعوا مع بعض العرب عشان يرجعوا القصر. خرجت ارسل الكوكيز وكعك تاني من غير سكر. جه الاتنين عشان ياكلوا منها. حطت ايدها على الاكل وقالت لهم انتوا الاتنين ما اتخانقتوش مع بعض صح؟ بص الاتنين لبعض وراح قال لها مايكل احنا الاتنين رجعنا سالمين يا اختي، لو كنا اتخانقنا كانت السفينه اتقسمت نصين. قدمت لهم تاني الحلويات وقالت لهم في الحاله دي الجايزه بتاعتكم. راحت قالت نفسها اكيد مايكل هياخد الكوكيز، واللي من غير سكر اكيد هياخدها غايل. صح. بس اللي حصل كان مش متوقع، اخد مايكل كعكه مش محلى وغايل خد الكوكيز. ضحكت ارسل، بصلها الاتنين وقالت لهم انا سعيده عشان انا معاكم، عايزه اسمع قصص كتير قوي منكم، وبرضه في حاجات كتير عايزه اقولها لكم. اهلا بيكم مره تانية. رجعوا القصر وعقبال ما غايل ومايكل يجهزوا كانت ارسل مستنياهم في المكتب. وارسل بتقرا الورق جه غايل من جنبها ولقى فيه دواير سودا كتير تحت عينها. حط ايده على خدها وقال لها واضح عليكي تعبانه جدا، مفيش حاجه مستاهله انك ترهقي نفسك قوي كده. فكرت ارسل وقالت نفسها انا معترفه ان انا عندي مشكله في النوم الفتره اللي فاتت، وفضلت في القلعه معظم الوقت عشان كنت قلقانه لما مشي غايل ومايكل. كنت بصحى كل ساعتين تلاتة، كنتش عارفه انام بسبب الكوابيس اللي كانت بتطرد احلامي، وخوفي وشعوري بالذنب على القراصنة اللي أنا بعتهم بخططي، وخوفي لحسن يحصل لهم حاجة بسبب قراراتي. جه مايكل وقعد وقالت لهم أنا كويسة، بس إيه اللي حصل في أنا؟ قال لها مايكل بما إن أختي تعبانة خليني أشرح الموضوع بسرعة. وراها خريطة بالسحر وراها المكان اللي فيه أنا وتجمع الوحوش الكبيرة حواليه. صدمت أرسل وقالت إزاي عدد الوحوش ده كله حواليه؟ أنا كده بتزايد فيها معدل الوحوش بسرعة قوي. وراح قال لها بصي على ده برضه، هو ده اللي أنا شفته لما قربت من جزيرة أنا. وراح وراهم شكل الوحوش اللي على الجزيرة، وقال لهم ده ما كانتش مجرد جزيرة، ده كان جبل من الوحوش. منظر حقيقي رهيب. أول ما شافتها أرسل قالت إزاي هنقدر إن احنا نهزم كل الوحوش دي؟ سألت غايل هو كان في وحوش كتير كده في أنا من الأول؟ قال لها ممكن، بس واضح إن في سبب خلى الوحوش دي تزداد في الفترة الأخيرة. الضباب السحري ما بقاش زي الأول. قال مايكل أنا مش عارف سبب الضباب بالظبط، وبرضه ما أعتقدش إن هيتم حله بشكل طبيعي. بصيت أرسل على الخريطة وقالت نفسها خريطة توزيع الوحوش لأنا، ده نفس المكان اللي قتل فيه القراصنة الوحشة على شكل إنسان لما كان الاتنين بالقرب من آنا. هو ممكن وراحت قالت لهم أعتقد إن الوحوش مش بتتدفق على آنا، لأ، في كتير منها بحيث إنها بتتسرب من آنا، مش رايحة لها باتباع التيار اللي بيخرج من آنا. أعتقد إن مطاف التيار ده هنا. سألت مايكل هو احنا منعرفش ازاي أصبحت أنا كده؟ قال لها ده معناه إن أنا أمر من خلال الوحوش دي وأتحقق من آنا مرة تانية، أو على الأقل ممكن أعرف ده من غير ما يكون في ضباب كتير قوي كده حواليها. بس اللي أنا متأكد منه إن احنا لو سيبنا الوضع كده الوحوش اللي في آنا هتتكاثر بشكل أسرع وأسرع، والأكيد إن الجزيرة اللي احنا فيها دي ممكن تتعرض للهجوم في أي وقت. بس برضه بما إنهم بيعيشوا في المية فما أعتقدش إن هما يقدروا يهجموا على الجزيرة. قالت له لأ، ما بقاش. لما انتوا الاتنين كنتوا في آنا كان في قتال كبير بالقرب من الجزيرة. لو كان صار الأمر زي الخطة الأصلية كنت بخطط إن أنا أتحقق من عدد الوحوش الموجودة هناك، بس هاجمنا عدد كبير جدا من الوحوش، عشان كده ما كانش قدامي حل غير إن أنا أغير خطتنا. كمان الجديد إن كان في قتال على متن السفينة، ظهر وحش يقدر يقف على الأرض برجليه. صدم غايل. كملت أرسل ده كان وحش ذكي جدا، ذكي بما فيه الكفاية عشان يستخدم الأسلحة. علشان كده بعد ما ظهرت الوحوش اللي ممكن تقف على الأرض ما كانش قدامي حل غير إن أنا أغير تنظيم الأسلوب بتاعنا. حطيت كل الأشخاص اللي تم تعيينهم كفرسان على متن سفينة القراصنة. وقالت نفسها أنا اللي جاهلة عن فنون الحرب خاطرت بعدد كبير من الناس، ما كانش المفروض أعمل كده، بس أرسلتهم للبحر بإهمالي. الليالي دي كانت صعبة عليا جدا، كنت متوترة قوي، ما قدرتش حتى أمسك قلمي. كنت عمالة أفكر يا ترى القرار اللي أنا خدته ده كان صح ولا لأ. بسبب تهوري ممكن الأشخاص دي تموت. بعد ما قالت أرسل اللي حصل قعد يفكر غايل، تنظيم أسطول علشان تخوض معركة بالحجم ده أكيد كان لازم إنها تبعت سفن كتير. وراح سألها انتي قسمتي عدد الأشخاص وطلعت سفن أكتر؟ قال لنفسه لما بتقسم عدد الأشخاص على السفينة
كده قوة كل سفينة هتقل. الخطوة دي كانت خطيرة جدا. قالت له أيوة، بس استخدمت برضو السحرة اللي جم علشان يهجموا على جانيت، وكان أداء السحرة أفضل في القتال من اللي أنا كنت متوقعاه، وبسبب ده قدرنا نوقف الهجوم رغم إن كان فيه إصابات قليلة. بص غير وسكت وقال لنفسه دي من عيلة مختلفة، ولما هتسيب جانيت هتكون عيلتها، وهتبقى الشخص الوحيد اللي في البحار الشرقية اللي قادر إن هو يهددنا، وطبعا لازم أكون مش مرتاح لقوتها. بس وراح ابتسم. أنا مش حاسس بالإهانة من سلوكها ده أبدا، لأن استراتيجيتها وأفكارها هتجيب ريح جديدة للجزيرة دي. حاسس إن أنا عمالة أغوص أكتر وأكتر فيها. بصرف النظر عن حبي ليها بقى بالنسبة لي مستحيل إن أنا أسيبها، مع إنها بتقول كتير إنها هتمشي، بس ده بيخليني جشع أكتر. لما لقيت أرسل إن هو باصص لها، راحت قالت له على فكرة هو المفروض نقل الفرسان برضو ضمن سلطة المضيفة صح؟ بس باعتبار إن أنا هرجع تاني للريال، السبب اللي خلاني أغير تنظيم الفرسان حسب رغبتي هو، وحاولت تبرر له لأنها افتكرت إن هو متضايق. قال لها لأ، بسببك ممكن أسيب القلعة خلفي بأمان، وأنا عارف إنها في إيد أمينة. حتى لو سبت القلعة لسنوات أنا عندي مستشار موثوق بيه حقيقي. اتأثرت أرزل بكلام غاير وفرحت قوي، وقعدوا الاتنين يبصوا لبعض ونسيوا مايكل خالص. حط مايكل ايده على الترابيزة وبصلهم وقطع الجو بينهم وقال لهم سفينة قراصنة. قال لهم مايكل سفينة قراصنة. بصوله غاير وأرسل ملقوش كلام يقولوهوله. راح قال لهم بعصبية أختي، انت لو كان عندك فرصة تانية كنت هتختاريه برضو؟ قال له غايل عروستي العزيزة هي سيدة دوكية جينيت، ده غير انها متجوزة من قبطان القراصنة في البحر الشرقي. قال مايكل لنفسه القراصنة دول زي قطاع الطرق، عندهم غريزة وحشية قوي جواهم. اتنرفز وضرب الترابيزة جامد بإيده وراح قال غايل فون جينيت. بصله غايل باستفزاز وضحك لأنه عارف إن مايكل مش بإيده حاجة. فكر مايكل ازاي عايشة وسطهم يا أختي، حتى إنك متجوزة من زعيمهم. قربت أرسل منه وقعدت على الأرض، بصله وهو متضايق لأنه فهم إنها عارفة كل حاجة، وعارف حتى إنه ما يقدرش يتخانق مع غير إنه ضحك عليها، لأن هو ما أجبرهاش على الزواج، هي اللي اقترحت عليه. وافتكر لما طلبت من غاية الزواج وهي بتتكلم معاه كانت بتترعش قوي، بس مسكت نفسها عشان تحميه. ساعتها قام مايكل وبعد عنهم وقال لهم أنا هخرج شوية. لما خرج مايكل من الأوضة قالت أرسل افتكرت إن هو هيكون متضايق أكتر من كده لما يعرف الحقيقة. قال لها كنت فاكر إن هو هيقلب الترابيزة. عموما ما تخافيش، دي مشكلتي معاه وأنا هحلها. دخلت سياتا المكتب عشان تصب لهم الشاي. سألها ايه هي اتجاهات الوحوش في أنحاء الجزيرة. ردت سياتا أنا جالي تقرير من فريق الاستطلاع إن الوحوش حوالين الجزيرة تراجعت. فرحت أرسل. كمل غايل بس برضه لازم نتحقق إذا كانت الوحوش دي بعدت ولا الوحوش دي اللي اتقتلت. قالت سياتا أنا بلغتهم بده، قلت لهم إن هما يستطلعوا الأماكن اللي حوالين آنا، علشان كده أعتقد إن هما هيكتشفوا ده قريب. سألتها أرسل غير ده في أي ضرر لأي جزيرة تانية حوالينا؟ ردت سياتا لأ، بيقولوا إن ما كانش في أي حاجة تقريبا، بس برضو أنا بعت شخص عشان يتحقق في الأمر. بس قال لي حاجة غريبة جدا، قال لي إن ما كانش في حتى وحش واحد جنب الجزيرة اللي بيكون فيها القراصنة التانيين. اتصدمت أرسل وفكرت هو السبب ورا إن في وحوش كتيرة قوي حوالين الجزيرة إن هم عايزين حاجة معينة جواها. بص غايل على أرسل وهي بتفكر وقال لنفسه هي قالت قبل كده إن هي ما عندهاش أي نية إنها تتجوز مرة تانية، إنها مش عايزة تعمل أي حاجة ممكن تزعزع استقرار حياتها، بس لو لقت شخص مستقر مش هيغير روتين حياتها هتتجوزه. راح قام غير وراح قال لها اعتقد ان انا لازم اتخلص من انا في اسرع وقت ممكن. اندهشت ارسل وبصت له ما فهمتش ايه اللي حصل فجأة. راح بص لها وابتسم وفكر اكبر مشكلة بتهدد سلامة جينيت دلوقتي هي انا. في الاول ما كنتش مهتم قوي بيكي كده يا ارسل، بس دلوقتي الامور بقت مختلفة تماما. دلوقتي بقى عندي اخيرا هدف، هضطر ان انا اشيل انا من جينيت. مبقاش مهم ان انا اكون مفيد في نظر العيله المالكه، انا بس مش عايز ان انا اسيبها في مكان خطير زي ده، لان انا مش عايز انفصل عنها. قامت ارسل وقالت له انا هروح لمايكل دلوقتي. خرجت ارسل وحست ان هو هيروح لاعلى مكان على الجزيره علشان يشوف البحر، وفعلا راحت لاعلى برج على الجزيره. طلعت لقت مايكل هناك. قالت له بهزار انت ايه اللي جايبك هنا، ده المكان ده مرتفع جدا، انت عرفت ازاي تطلع؟ قال لها اختي، وراح ودى وشه الناحيه التانية. قالت له انت متضايق مني؟ قال لها لا، مستحيل، انا متضايق من نفسي. بصيت له ارسل وافتكرت نفسها في حياتها الاولى لما كانت برضو حاسة بتأنيب ضمير إن أختها بتضحي عشانها. حطت إيدها على وشه. قال لها مايكل أرجوكي ما تضحيش بنفسك أكتر من كده، أنا ممكن كنت صغير ساعتها
بس انا فاكر كويس قوي كمان ان انت دفعتيه عشان تحميني، علشان كده ما تعمليش ده اكتر من كده. ما تضحيش بنفسك عشان الناس التانية حتى لو كان ده انا. مش هقدر استحمل ده اكتر من كده. قالت له انت امتى كبرت قوي كده؟ قال لها بسببك. بسببك قدرت اكبر كويس. بس ده برضو مش معناه ان انا غيرت رأيي. انا عايزك تطلعي بسرعة، لان بقائك في المكان الخطير ده بيعصبني. خلصت ارسل كلام مع مايكل وغيرت هدومها وراحت اوضتها. فتحت ارسل باب الاوضه، ما لقيتش غاية. استغربت ان هو مرجعش لحد دلوقتي. قالت لها ليلي: اه صحيح سيدة السفينة، انا جاتلي رسالة من سفينة القراصنة. سألتها بسيان ولا فرسان الهيكل؟ قالت لها لا بسيان، بيقولوا ان السحرة زهقوا من الانتظار. ضحكت ارسل وردت: بجد؟ قعدت تتريق عليهم ليلي وقالت: لانهم استعرضوا قواهم السحرية في قتال الوحوش بقوا متضايقين لانهم مشافوش حتى سفينة واحدة من جينت. ممكن عشان السبب ده بقى مغرورين بفوزهم وفاكرين ان هم يقدروا يهزموا جينت. جه غايل من ورا ليلي وقال: انا عايز اعدي. خافت ليلي. قال لها: هو في ايه؟ هو انتي مش سعيدة عشان جيت لغرفتي؟ ولا ممكن عروسي قالت للخادمة الوقحة دي انها تخليني بره اوضتي؟ اترعبت ليلي وقالت له: انا اسفة، وراحت جريت. بص غايل لأرسل وهي بتضحك، راح قرب منها وقال لها: هو انتي كنتي بتتكلمي عن السحرة اللي بعتهم الفسكونت بار؟ قالت له: ايوه، واضح ان في شكاوي كتير قوي منهم. فتح لها باب الأوضة ودخلت. قال لها: بس برضو عدد الوحوش قلت قوي بسببهم، ده هيخليهم مغرورين شوية، وانشغالهم بالوحوش هيخليهم يبطلوا يشتكوا. قالت له: دي حاجة كويسة جدا. قال لها: كويس ان عدد الوحوش قلت، ولا كويس لان الشكاوى السحر هتقل مع مرور الوقت؟ ردت الاتنين. قال لها: ممكن تكون الاخبار مش كويسة جدا زي ما انتي فاكرة لما يجي الامر ناحية الوحوش. احنا لازم نسأل نفسنا، الوحوش قلت لان ببساطة اتقبض عليهم، ولا لانهم رجعوا تاني لقينا؟ عموما لما الضباب هيقل ممكن يقدر مايكل ان هو يستكمل التحقيق بتاعه. قالت له: طب عصبية الصحراء هنتصرف معاها ازاي؟ قال لها: كده كده احنا هنتصرف معاهم. وازاي بقى هنتصرف مع الصحراء نفسهم؟ هو ده السؤال. ردت: انت عندك حق. راحت فكرت: كده كده مستحيل ان احنا نسيبهم يعرفوا اي حاجة عن البحر الشرقي، لان هم هيكونوا ضيوف بحر بعد كده. اتصدمت من تفكيرها وقالت: ايه ده؟ هو انا للدرجة دي بقيت متعودة على الحياة البحرية؟ القتل بقى سهل قوي كده بالنسبة لي؟ افكاري بقت عمالة تميل اكتر لسكان الجزيرة. سألها: عايزانا نعمل ايه معاهم؟ ردت عليه وهي ايدها بتترعش: ما ينفعش نسمح لهم ان هم يرجعوا ببساطة. سألها: انتي مترددة قوي كده ليه؟ قالت له وهي بتترعش: اخد حياة الاخرين امر مفروغ منه لصالح الجزيرة، بس بصراحة انا لسه مش متعودة على ده لحد دلوقتي. قال لها: طب ايه رأيك في ده؟ انا بخطط ان انا اسيبهم عايشين، بخطط ان انا اضغط عليهم. وقعد يقرب من ارسل: هضغط عليهم تدريجي، هنلاقي طريقة علشان نضر بيها الفسكونت بار اللي بعت الصحراء، وبعد كده الدوج دي هاس. ايه رأيك يا عروستي الذكية؟ دايما عارفة كل حاجة، وعارفة حاجات سرية كتير قوي، زي التسونامي اللي جاي من انا. اندهشت ارسل واستغربت: جاية من انا؟ سألها غايل: انت عرفتي ازاي عن التسونامي؟ قالت له: انا مكنتش عارفة ان التسونامي جه من انا. سألها: كنتي عارفة انه جاي بس ما كنتيش عارفة انه جاي من انا؟ قعد يقرب لها اكتر وهي ترجع لورا. قال لها: انتي مشبوهة جدا، المفروض اعمل ايه بخصوص ده؟ وقال لنفسه: انا معرفش حتى المعلومات الموجودة في الراس الصغير الجميل ده، ومفيش اي طريقة عشان اعرفها. الامر مشبوه ومريب جدا. ودت ارسل وشها الناحية التانية: بس لو كان الجمال ده هو طريقتك انك تتجنبي النقاش معايا، خلاص ما عنديش اي طريقة غير ان انا العب معاكي شوية. قعد يقرب منها اكتر وهي مبقتش عارفة هتروح فين على السرير. قال لها: انا فضولي جدا وحاسس ان انا عايزة اترجاكي علشان تقولي لي سرك. ارسل حطت عينها في عينه وقالت له: تحب تجرب ان انت تترجاني؟ فكر غاية: خلاص ما عنديش اي حل تاني غير ان انا اعمل كده. وراح قرب منها وقبلها. اندهشت ارسل وحاولت ترجع لورا على السرير. قرب منها وقال لها: انا عايز اعرف سرك اللي ما يعرفوش لا انا ولا مايكل. لو فضلتي تتصرفي بشكل مشبوه كده، ايه اللي انتي فاكره ان انا المفروض اعمله؟ انا لو ما كنتش واثق فيكي عمري ما هكون بالقرب ده منك. شخص مشبوه زيك وعنده اسرار كتير كده، عمري ما كنت هخطط ان انا اسيبه جنبي عايش لمده 3 سنين لحد دلوقتي. وبدل ما بعذبك انا بترجاكي. هو ده مش دليل كفايه ان انا بثق فيكي؟ فكرت ارسل: لحد اللحظات دي لسه غير رحيم بيا. زي ما قال انا مشبوهه جدا، هو عنده طرق كتير عشان يعرف سري، بس السبب اللي خلاه ما يعملش كده لحد دلوقتي هو... راحت غمضت عينها وقالت له: ارجوك كفايه كده. الله، قصدك ايه؟
قصدك ان انا مش واثق فيكي؟ ردت عليه لا، انت عمال تقول كده كأنك بتحبني. قرب منها غايل اكتر وقال في ودنها: هو الموضوع ما كانش باين قبل كده؟ اندهشت ارسل ووشها احمر، وافتكرت كل اللحظات بينهم، هو كان بيعملها ازاي. وقالت نفسها: هو انت فاكر ان انا مكنتش عارفه ده من البدايه؟ بس افتكرت ان انا غلطانه، وقعدت اغلط نفسي. بس واحده واحده بدات احس بضيق في التنفس، لان انا عارفه من الاول الاجابه اللي بتخنقني. بعد عنها غايل وقال لها: هديكي وقت عشان تفكري في الامر. خرج غايل وقفل ورا الباب، وقف على الباب وقال: لو كنت فضلت اكتر من كده كانت رعشتي هتبان قدامها، ومشاعري الحقيقيه هتبان قدامها. انها جميله جدا، بتخليني مشتاق لها قوي، ومش قادر اصبر. وعلى الرغم ان عينها كانت بتترعش، بس ما اتجنبتنيش. اتغيرت شويه عن المره اللي فاتت، بس لسه مش كفايه، لسه شويه. بعد ما خرج غايل وقفت ارسل وقالت: خطير، هو شخص خطير. قال لي مايكل ان انا مضحيش عشانه، بس ايه هي الاختيارات يعني اللي المفروض اخدها دلوقتي؟ غايل شخص خطير، شخص كنت خايفة ان هو يأذيني في يوم من الايام. حواليه تهديدات كتير، وبرضه هو شخص مضمنش سلامته، شخص ممكن يتأذى بشكل كبير في اي وقت. انا مشاعري الحقيقية اتجاهه وراحت سكتت. دخل غايل الأوضة تاني بعد الاستحمام، وراح قال لها: انت لسه واقفة عندك؟ انا فكرت في الموضوع شوية. بس اندهشت ارسل وافتكرت انه هيرجع تاني يفتح الموضوع ووشها احمر. كمل غايل: لو بقت عيلة دهاس عايزة تسيطر على جينت، ما ينفعش اننا نسيب الموضوع اكتر من كده. فكرت: هو بيتكلم عن ده. كمل غايل: ممكن يكون في طرق كتير، بما انهم ناس بيقدروا شرفهم، فانا اول حاجة هعملها ان انا هدمر شرفهم شخصيا. خافت ارسل وقالت له: مستحيل، انت عايز تعمل حرب اقليمية في المنطقة؟ سألها: ليه؟ انت مش عايزة؟ هو مش انت الشخص اللي قال لي ان انا ما اقتلش الصحراء؟ وانا ما عنديش الشخصية اللي تخليني اتجنب القتال. افتكرت ارسل سكان الجزيرة وقالت نفسها: بس لما تندلع الحرب، ساعتها سكان الإقليم وحتى الفرسان هيتصابوا، وما نعرفش اللي هيحصل بعد كده واحنا منشغلين عن آنا. مسكت أرسل المنشفة حوالين رقبته ونشفت وشه، وقالت له: ممكن يتأذى الفرسان بسببهم، عشان كده أعتقد إن الحرب هتكون ملاذنا الأخير. مسك إيدها وقال لها: ماشي مضيفة جينات الحكيمة، في طريقة تانية في رأيك؟ ردت عليه: هو مش احنا عندنا عقد بين فسكون تبار والقراصنة بسيان؟ مفيش عند الفسكون تبار القدرة ان هو يرسل سحرة أقوياء كده. قال لها: أيوة، لما اتحققت في الموضوع اكتشفت ان عيلة ديهاس هي اللي بعتت السحرة مش فسكون تبار. سألته: هو في أي دليل ان هم تواصلوا مع بعض؟ الله، عندنا دليل. ليه عايز تستخدميه؟ قالت له: فسكون تبار عمل عقد ان هو يساعد القراصنة، في مقابل ان القراصنة تساعده في ان هو يهجم على جينيت. وورا عيلة الفسكون تبار في عيلة الدوج ديهاس. من بعيد ممكن يبان ان هو قتال بين ديهاس وجينيت، بس في الحقيقة الدوج دهاس عمل جيش من غير ما يعرف الامبراطور. كل اللي علينا ان احنا نعمله ان احنا نقول ده للعيله المالكه. الامر ما بقاش بس ان هما بيحاولوا يهجموا على جينيت، لا كمان ده كده ممكن يعملوا تمرد وخيانه. بس بما انها عيله ساهمت في تاسيس الوطن، مش هيتهموها بالخيانه، بس على اقل تقدير هيتهانوا في ان هما يظهروا صدق ان هما ما كانوش عندهم اي علاقه بالخيانه. وكده الجيش اللي هو عمله هيتفكك عشان يثبت ان هو مش بيحرض على الخيانه. قال لها: دي فرصه حلوه جدا لهزيمته، بس في مشكله. المعروف اننا من اصعب القراصنة اللي مش من السهل يتقبض عليهم بسهولة في البحار الشرقية. والسبب اللي خلى العيلة المالكة ما تأمرش بإخضاع جينيت لحد دلوقتي ان في مقر لينا بين البر الرئيسي والقارة الغربية، يعني في النص. ولو لقوا طريقة ان هم يقبضوا على قراصنة بسيان اللي عملت عقد مع الدوج دهاس بحجة التمرد، هيكونوا عايزين يخلصوا من القراصنة، وساعتها ممكن الامبراطور يأمر جينيت بإخضاع بسيان. انتي بقى عايزاني اروح قدام الامبراطور واقطع راسي واقدمها له؟ قالت له: لا، مش قصدي كده، احنا لازم نتأكد ان القرار زي ده ما يأثرش على جينات. عشان كده خلينا نعمل بسيان قراصنة معترف بيها، ساعتها هيبقى يحق لنا ان احنا نهاجم سفن الاعداء من غير ما حد يقول لنا حاجة. خلي جينت والصحراء اللي في سفن بسيان يتقاتلوا مع بعض، واكيد فرسان جينت في المعركة دي هي اللي هتفوز. ولما تقبض فرسان جينت على القراصنة، في التحقيق هيبان ان السحرة بيلبسوا لبس مختلف تماما عن لبس القراصنة. ساعتها هيبان ان الامر مشبوه. وفي نهاية التحقيق جينت هتقول بحزن إن عيلة ديهاس بتقف ورا الصحراء، ولما تروح القصر الإمبراطوري عشان تسلمهم تعلن إن الدوج ديهاس حاول يكون جيش تالت. قال لها: بس ده مش هيخليهم يقضي على بسيان؟
ردت عليه عدد الوحوش في البحر الشرقي زادت، والواضح إن في أشخاص من الداخل عانوا من الضرر ده، والقراصنة يقدروا يسيطروا على الوضع حتى في مكان فيه وحوش كتير لأنهم ملمين بالبحر الشرقي. اقترح عليهم إن احنا نستخدم بسيان عشان تبيد الوحوش، وفي الوقت ده هيكون قراصنة بسيان تابعة للعيلة المالكة، ولما يتم هزيمة الوحوش هنقضي على القراصنة دول. فكر غير، انت قصدك ان انا اقضي على قراصنة بسيان؟ كملت أرسل، لما يصبح بسيان الأسطول الخاص للعيلة المالكة مش هيكون غريب إن الفرسان جانيت تتعاون مع القراصنة لفترة من الوقت، وساعتها فرساننا كلهم هيشتغلوا مع بعض، وهيكون في العلن، مش هيكون في حاجة عشان نخفي هويتنا عشانها، وساعتها محدش هيشك فينا. قال لها دي فكرة كويسة، بس لسه في مشكلة. لو بقى بسيان جزء من سفن العيلة المالكة ساعتها مش هيقدروا بعد كده يشتغلوا في البحر. ردت أرسل، من اللي أنا سمعته قبل كده أعتقد إن القراصنة ما عندهمش مشاعر خاصة تجاه اسم بسيان. قال لها أيوة، الدخل هو المهم مش مهم الاسم. قالت له ممتاز، العقد مع العيلة المالكة معمول باسم بسيان، بسهولة هنغير اسم بسيان، وسفن القراصنة هتغير اسمها لاسم تاني ويرجعوا تاني لشغلهم، وكده مفيش أي حاجة تلزمهم. اندهش غايل من الفكرة وقال لنفسه هتعامل مع الأعداء وأجني الفوائد بأقل الخسائر واخد كمان اللي أنا عايزه. في الحالة دي هيبقى التعامل مع الوحوش أسهل، لأنه هيكون بدعم العيلة المالكة وهيدونا كمان سحر عشان نتعامل بشكل أسهل، وكده هيكون كمان تحت عين العيلة المالكة. هي ازاي قدرت تجيب حل زي ده؟ راح قال لها أرسل، رأيك جميل جدا، بس هو أنا ممكن أقبلك دلوقتي؟ اتفاجئت أرسل وشها أحمر وبعدت إيده وقالت له لأ غايل، احنا المفروض بنتكلم دلوقتي بجد. قرب منها وراح بس راسها، قال لها افتكرت إن ده مسموح بيه من وقت للتاني، وراح بعد عنها. راح الاتنين يناموا. نامت أرسل وقعد جنبها غايل بيقول لها أنا في بعض الأحيان بسأل نفسي انتي موجودة ازاي؟ فجأة ظهرتي وطلبتي إن احنا نوقع عقد مع بعض. ازاي عرفتي سر جينيت اللي محدش غريب يقدر يعرفه أبدا؟ عشان كده أحيانا بحس إن انتي عارفة المستقبل. أرسل انتي مين؟ لو سألتك مرة تانية مش هتهربي زي ما عملتي قبل كده؟ مسك خصلة من شعرها وبسها، ولا ايه اللي أنا المفروض أعمله دلوقتي؟ فاجئتيني النهاردة فكفاية قوي على كده، وخلينا ننام. راح غايل يقفل الستاير، بص من الشباك لقى مايكل واقف تحت وباصص له. نزل له غايل وقفوا مع بعض. قال له مايكل وهو متعصب انا لحد دلوقتي مش قادر اصدق الدوق متورط مع القراصنة وعمال ينصب على القارة كلها. هو انت متوقع مني يعني ان انا احفظ سر مهم زي ده واخده معايا القبر؟ رد عليه غايل، على فكرة اختك الجميلة معايا برضه في نفس القارب، عشان كده من مصلحة الجميع ان انت تحافظ على السر. ضغط مايكل على اسنانه وقال له انا عارف، انا قطعت وعدة مع اختي. وادى وشه الناحية التانية وفكر انا جيت هنا علشان افضل مع اختي، مش عشان اشوف الراجل اللعين ده. وفي نفس الوقت كان غايل بيفكر اخو زوجتي الجميلة مش لطيف بالمرة، بس لازم اتحمله. راح سأل غايل بالمناسبة ايه وضع الوحوش في انا؟ قالوا لي ان الضباب قل بنسبة كبيرة. رد مايكل ايوه، الضباب اختفى بشكل كبير، ولو قربت اكتر شوية اعتقد ان انا اقدر اشوف اللي موجود في النص، ولو ما كانش فيه هناك اي وحوش تقريبا ساعتها اقدر ان انا اخترق انا وادمرها. سأل غايل تدمير انا؟ هو انت بتقول ان انت عايز تقضي على الوسيط الوحيد اللي بتجمع من خلاله القوى السحرية؟ وازاي بقى هتوصل هناك؟ ده مكان مليان بالشعب المرجانية ومليان بالوحوش، هيبقى صعب السفن تدخل فيها. رد مايكل ايوه، انا بتوقع حرب طويلة الامد، حتى لو خدنا وقت طويل هفضل في المكان الموجود فيه اختي، ما ينفعش اسيب انا تهدد حياتها اكتر من كده. ودلوقتي دي فرصتنا بسبب ان عدد الوحوش قلت والضباب كمان. بس ده غريب، هو ليه اسلافك ما فكروش في الطريقة دي؟ من اللي انا سمعته انا فضلت تكبر كل شوية مع الزمن، ليه بقى ما فكروش قبل كده ان هما يتخلصوا من انا تماما قبل ما تكبر بالشكل ده؟ سكت غاير وقال لنفسه علشان كده ما كنتش عايزة اتخلص من انا، لان انا برضو حاسس بالفضول ليه سابوها كل ده؟ بس عشان يراقبوا العيلة المالكة ويحطوا لها حد؟ بس برضو جينت بتخسر كتير قوي، اكيد كان في وقت ما كانتش فيه الوحوش بالعدد ده، فليه ما تخلصوش من انا؟ عموما انا امرت مجموعة من الاستخبارات انها تبص في السجل السابق للعيلة، هنكتشف ده عاجلا ام اجلا. تاني يوم قعد مايكل وغايل وارسل ياكلوا مع بعض. غايل ومايكل قعدوا جنب بعض وارسل قعدت قدامهم، بس قعد غايل ومايكل وبينهم مسافة كبيرة جدا. استغربت ارسل من تصرفهم بس سكتت. قالوا لها على خطتهم انهم يتخلصوا من انا والمعلومات عنها مش دقيقة، علشان كده هيضطروا ان هم يرجعوا تاني لآنا عشان يدرسوها اكتر، لان فرص ان الوحوش تقل في الطريق ما بتحصلش كل يوم. قالت لهم لو في طريقة زي دي يبقى لازم تروحوا بسرعة.
وأرسل بتاكل كانت بتترعش لأنها خايفة، لأنها عارفة إن الرحلة المرة دي هتاخد وقت أطول بكتير، وإن الاتنين هيغيبوا لفترة طويلة. وافتكرت لما كان غايد نايم جنبها في الليلة اللي قبلها، وإنها أدركت ساعتها إنها بقت متعودة إن هو بينام جنبها كل يوم، بقت متعودة على وجوده. ولما لاحظت تفكيرها وشها أحمر وحطت إيدها على وشها، افتكر غاير ومايكل إنها متضايقة. راحوا قالوا لها لو الأمر مش مريح ليكي ممكن نجرب طريقة تانية. قالت لهم لأ، دلوقتي هو الوقت المناسب إن انتوا تتحركوا، عشان كده لازم تروحوا بأسرع وقت، حتى لو ما قدرتش إن أنا أنام بسبب القلق مرة تانية. استنوني في البارتي الجاي، مش هتأخر عليكم. باي.